فلو غير بعجاله يعني المسيره ديالك في المغرب، النشاط ديالك الدعوي مع العدل والاحسان، ومن بعد يعني الجمعيات اللي انخرطتي فيها والحركه ديال 20 فبراير، ماشي بالتفاصيل يعني، غير واحد فهمتك. العبور سطحي عليها. انا ممكن تقول انني كنت اصغر داعيه، غير ما تسجلتش داكشي في الفيديو. كنت سجلت في الفيديو، وكون كان هذيك الساعه الفيسبوك غادي يعرفوني الناس كاصغر داعيه في المغرب. داعيه عنده تاثير، وماشي غير داعيه زعما كيدير فيديوهات ولا شي حاجه. لا، انا كنت داعيه وحتى في المجتمع ديالي. يعني كنت كندير ادوار في القريه ديالنا، وكنت كيزيدوني الطلبه. ملي كيكون الدور ديال الطلبه انا كنلقي كلمات وسط الطلبه. امم. كنت متدين بزاف ومعروف بالتدين بزاف. وطبعا كنت هادشي بدا من عندي ديك 11 عام هكاك. وشحال ما غادي وانا كنكبر، وانا كنزيد نكتسب خبرات في الدعوه وفي الدين ودوزت مع من 2000، من 1995 حتى ل 2005. يعني من 16 عام ولات عندي حتى ل 26 عام دوزتها مع العدل والاحسان. وكنت العدل والاحسان درجت معاهم. بديت كعضو عادي في 1995، ووليت كندير جلسات كشبه نقيب. انا ما كنتش نقيب هذيك الساعه لانني باقي تلميذ صغير، ما يعطونيش نقيب مع الديلابي ثلاثه حاجه. ولكن كنت كندير الدور ديال ثلاثه النقباء ولا شنو، كانت عندي شي ثلاثه الاسر. وعاود من وراها مشيت للكليه، شديت ثاني مسؤوليات كثيره، وكنت رئيس لجنه القسم اللي كانت فيها هذيك الساعه. القسم ديالنا فيه 1400 طالب، وانا مسؤول على القسم كله، وكندير لهم المطبوعات، كندير لهم كل شيء، وكندير في نفس الوقت الدعوه. وزدت من وراها وليت مسؤول على لجان اقسام الدراسات الاسلاميه كاملين. ومن وراها وليت مسؤول على التعاضديه ديال، يعني مسؤول على التعاضديه في الاتحاد الوطني لطلبه المغرب على الكليه كامله. ومسؤول على الطلبه في اطار العدل والاحسان. يعني كنت انا مسؤول فصيل العدل والاحسان في كليه الادب في الجديده. ومن بعد وليت مسؤول التلاميذ والطلبه، يعني مسؤول التلاميذ ومسؤول الطلبه في الدائره السياسيه. وعطاوني عاود مشيت، كندخل الناس بالعشرات في العدل والاحسان، وكنأطر العشرات في نفس الوقت. الناس دابا العاديين كيأطروا 10 كذا، انا كنت كنأطر 70 واحد في الوقت في دقه كنأطرهم انايا. فكانت عندي تجارب كثيره، وفي نفس الوقت كنت كنحفظ القران راسي. في الصيف كنمشي كنحفظ القران، وكنحفظه بلا صيف ثاني حتى ملي كنكون نقرا. فانا يعني مشيت في هذا الشيء ديال الدين كيف يقولوا، هذا الشيء ديال الدين مشيت فيه بزاف. ولدرجه ان واحد السيد واحد المره شافني خارج من الجامع، قال لي: ما داك شكون؟ قالوا لي: داك سعيد ولجعفر. قال لي: ما ديك ولاد بريك على دخلها هذا الجنه. مع كنت تقريبا انا اللي بديت الدعوه في القبيله ديالنا، وبديت لكن من 2005 ملي ولات عندي 26 عام حتى 2015 ولا 2014، وليت كنبحث بحال عدنان ابراهيم. كنحاول امم. نلقى، خرجت من العدل والاحسان لانها ولات ممله، ووليت كنحاول نلقى توافق بين الدين والعلم، بين الدين والعصر، بين الدين وحقوق الانسان، بين الدين وحريه التعبير وداك الشيء. ومشيت بعيد في هذا الشيء لدرجه انني كنت كنالف واحد الكتاب. عنده يعني الكتاب الموضوع ديالو هو ما هو بشري وما هو الهي في الاسلام. يعني لانني كان الهدف ديالي هو نخرج منه واحد النظريه كتسمى نظريه الانظمه الموازيه. كيفاش ممكن في نفس الدوله نطبقوا عده قوانين علمانيه وقوانين دينيه. واكتشفت من بعد انها كاينه في اسرائيل. فانا كنت كنحاول نطبق شي حاجه بحال هكا باش نعطيو الشريعه حتى هي حقها في التطبيق. يعني كنت كنحاول نلقى نظريه علميه مؤسسه على القانون الدولي والقانون يعني لكن للاسف في الاخر اكتشفت راسي ملي قريت التاريخ، خصوصا في 2012 و2013 قريت شويه التاريخ. التاريخ عطاني نظره اخرى، خلى الايمان ديالي يتزعزع. التاريخ هو اللي زعزع الايمان ديالي، التاريخ امم. الحقيقي قريته في الكليه على يد اساتذه متمكنين. وهذوك الاساتذه ساعدوني باش نتخلص من وهم الخرافه. قبل ما لانني ندخلوا اخي سعيد، اذا ممكن، قبل ما ندخلوا في هذه الرحله ديال الشك كيفاش بدات، ويعني نعم. كيفاش كان التحول هذا، غير نرجعوا للور شويه في من كنت يعني في هذه الجمعيات، وكان عندك نشاط اكيد كنت يهمك، خصوصا في مسائل ديال الطلبه وفي الجامعه، كنتي تدافع على حقوق الناس. يعني كان عندك، كنتي دائما مهتم بحقوق الناس، كنتي تحاول انك تكون خاصه في حركه ديال 20 فبراير، وكنتي يعني انا كنتي دائما حقوقي، واحد الانسان حقوقي نقدروا نقولوا يعني بين انا قوسين. كنت حقوقي من منطلق ديني. كنت مخلص. هذا هو السؤال عمر ديالي هو هذا، هذه يجي دابا. عمرني عمرني ما درت شي حاجه بلا اخلاص. كل شيء كنت كنديرو لوجه الله. لدرجه انني انا كنت كنطبع للطلبه المطبوعات في الكليه
باش ينجحوا في قرايتهم وباش يمشيو مزيان، وي خاصك تعرف انني في الاخر بعت انا عجوله من دارنا، بعت البهايم ديال دارنا باش نخلص الكريدي ديال دوك الطلبه اللي ما عطاونيش الفلوس. وما عمرني قلتها، انا صرفت الملايين من فلوسي الخاصه على حساب الطلبه لانهم داو المطبوعات وما خلصونيش في الاخر. دابا واخا تقولها ماشي مشكل، ما يضيعوش لك دوك الحسنات لان ما كاين والو. يعني كنت كندير كل شيء باخلاص، وي وكنت كنضيع وقتي وكنضيع جهدي باش ندافع على الطلبه وباش نقضي المصالح ديالهم، وكنت مستعد نموت في سبيل الطلبه وفي سبيل الناس. وكنا كل نهار ما كنهبطوا للكليه حتى كنلبسوا الاكفان، ماشي ماديا ولكن معنويا. ملي كنهبطوا للكليه كنقسموا الادوار، شكون اللي غادي يمشي للحبس وشكون اللي يقدر يمشي يموت كاع، يعني شكون اللي ياخذ المواقف اللي تقدر تدي للموت وشكون اللي ياخذ المواقف اللي تقدر تدي للحبس، وشكون اللي ما غنصيفطوش باش يموت غير في حق والديه. كاين اللي مستعد يموت وحنا كنحبسوه كنقولوا ليه لا انت ما غاديش نعطوك ديك البلاصه خطيره، امك عندها القلب غادا تموت، ولكن هو ما مسوقينش ليه. هو علاش؟ لانه هو اصلا مستعد يموت في سبيل الله وفي سبيل الطلب. يعني كنا واحد الاخلاص ما غاديش نعاود لك عليه. اكيد اكيد، انا عرفت الناس 2000 ولكن في 2003 بديت كنكتشف ان الاخوان ديال العدل والاحسان فيهم الدغناشه، يعني فيهم المخلوضين، وان وي وي ان وي الجماعه ممكن بعض المرات كتاخذ قرارات ماشي لصالح الشعب. كيفي انا مثلا ملي كنت كنمارس هذه النقابه وخدمه الطلبه وهذا الشيء كله كان كيدخل عندي في اطار ما يسمى بالجهاد في سبيل الله كله، لانه كله كنت كنديرو بنيه خالصه. ولكن في الاخر اكتشفت مثلا بان العدل والاحسان كيديروا النضال فقط باش يصيدوا الطلبه يدخلوهم للجماعه. وهنا بديت كنتزعزع، ولقيت شي وحدين في العدل والاحسان كيكذبوا وشي وحدين كيطلعوا تقارير مزوره. وفاش بديت كنتقرب من قياديين كبار بديت كنكتشف شحال ما غادي كنطلع نتقرب من قياديين كبار، شحال ما بديت كنكتشف الدغنيش، وشحال ما بديت كنفكر في تفكير نقدي ولكن فقط فيما يخص جماعه العدل والاحسان. اما التفكير النقدي في الدين ما عمره وصلني النتيجه. كنت دائما كنحاول نفكر تفكير نقدي في الدين ولكن عمره ما وصلني النتيجه، لانني كنت دائما كنطالق من الايمان. اي حاجه كتعارض الايمان كنحاول ننفيها، فكنت منطلق من فرضيه خاطئه. وهذا هو اللي خلاني 20 سنه وانا ضال، لانني عمرني ما حاولت ننفتح على النظريه الاخرى، عمرني ما حاولت نشوف الدين من خارج الدين. فوالا ما كنتيش ما عمرك درتي الاختبار من الخارج، كنتي تدير ديما الاختبار من الداخل. ولكن من الداخل اكزاكتومون. هذا هو المشكل. تنظن ان اي واحد الا دار الاختبار من الخارج اللي تتسمى الاوتسايدر تيست، الا درتي الاختبار من الخارج غادي يكون دائما واحد الدفعه كبيره في المسار ديال الشك ديال الانسان. غير رجع للسؤال اللي كنت باغي نسولك على مساله ديال الحقوق والدفاع ديالك عليها. انت من كنتي مسلم كنتي تدافع على الحقوق، ولكن واش ما عمرك فكرتي في الحقوق ديال الاقليات ولا الحقوق ديال الاخر في المنظومه الاسلاميه؟ لانك انت بما انك انسان حقوقي تتقلب على العدل، واش ما عمرك فكرتي مثلا في حقوق الاقليات في المنظومه الاسلاميه داخل الدوله الاسلاميه؟ شنو هي الحقوق؟ واش كاينه حريات؟ انت كنتي تدافع على الحريات، واش كاين حريه الاعتقاد في الاسلام؟ واش يعني كيفاش كنتي تشوف هذه المسائل اللي هي كاينه في الدين الاسلامي؟ يعني كيفاش كنتي تتعايش معها؟ في 10 سنين الاولى اللي كنت مع العدل والاحسان انا بديت معاهم كسلفي، يعني هما كانوا فايتيني العدل والاحسان. انا كنت وسط العدل والاحسان كنبان سلفي، ولكن العدل والاحسان نقدوني. بحال انا كانت عندي في البدايه ديالي البدايات الاولى كانت عندي نظريه متطرفه من المراه، بحال الشيخ صار مثلا. فاش يلاه بديت عندي 15 عام 16 عام كانت عندي هذه النظريه، ولكن كنت كنلتقي بناس مثقفين في جماعه العدل والاحسان، لان العدل والاحسان ماشي كلهم بحال راه فيهم مدارس وفيهم مخلطه وي مخلطه، وفيهم حتى الشيعه او متعاطفين مع الشيعه وسط العدل والاحسان. وهذا الناس كانوا كيفتحوا لي عينيا. فاول مرض تعالجت منه هو مرض كراهيه المراه، يعني في العام الاول عالجوني من هذه المساله. ولكن علاش كنتي تكره المراه؟ يعني شنو السبب؟ الكتب ديال السلفيين كيركزوا على كراهيه المراه وانها كائن ادنى. اوكي. وحتى في القران نفسه كيركز على ان المراه هي سبب المشاكل، حتى انه ما كاينش القران كامل عمر كاتب القران ما خاطب المراه، ديما كيخاطب الرجال نيابه عن النساء، حيت الله راجل. حيت راجل ولا يقدر يكون ما عندوش مع العيالات. راه كاين الرجال كاين اللي راجل وكيكونوا عزازين عليه العيالات وعندهم بحال العيالات بحال الرجال. نعم. ولكن الله رجالي، يعني ماشي غير راجل متعصب للرجال،
لدرجه انه يكره النساء ولا يخاطبهم مباشره ابدا. ف... فانا كنت متاثر بهذيك النظريه السلفيه. العدل والاحسان نقدوني من النظريه السلفيه، وواخا مشيت معاهم بزاف بقاو كينظروا ليا كسلفي. علاش؟ لانني خرجت من السلفي ودخلت لمرحله الفقيه. كنت كنقرا الفقه بزاف وكنحفظ بزاف، كانت عندي واحد الذاكره خارقه، ودائما كنأصل اي حاجه كنأصل لها. اي حاجه كيجيبوها خصني نأصل لها ونقتنع بها. وما يمكنش يغمق عليا شي واحد ولا يقول لي شي واحد، واخا يكون مسؤول كبير في الجماعه ولا داكشي ما نعقلش عليه. اي حاجه خصني نديرها بتأصيل. ايوا المهم كما كنعاودوا، قلت لك اسيدي اخي سعيد، كنت باغي نسولك باش ما ننساش هذا السؤال مهم، هو كيفاش عشتي التجربه ديال البشيري؟ البشيري كنت انا بحال البشيري، تا هو كان فقيه في الجماعه. البشيري كان فقيه في الجماعه. هذيك الساعه انا عندي السنه الثانيه في الجماعه. اشرح شويه اخي سعيد القصه ديال البشيري للناس اللي ما عارفينهاش. انا كنت باقي جديد، ولكن اللي فهمت هذيك الساعه وكنعرف هو البشيري كان عنده تاثير كبير في الجماعه. كاينين نعم. اغلبيه الطلبه اللي كنت كنعرفهم انا قياديين في الجديده دخلوا الجماعه بسبب البشيري، ماشي بسبب عبد السلام ياسين. طبعا لان البشيري كانت عنده شهره كبيره في الدار البيضاء. وي. كان عنده منبر كيخطب منه، وكان الخطاب ديالو خطاب قوي بزاف، وخطاب اسلامي يعني. ماشي عبد السلام ياسين كان عنده خطاب صوفي. عبد السلام ياسين اصلا هو حمق وجمع معاه مجموعه من الحمقى، ولكن البشيري كان هو الانسان الوحيد اللي نقدروا نقولوا عليه اسلامي، بحال نقولوا اسلام سياسي وسط العدل والاحسان. الوحيد اللي كان كيدير الاسلام السياسي وسط العدل والاحسان هو البشيري. فاللي وقع هذيك الساعه هو ان البشيري كانت عنده طموحات طبعا، وكانوا زامتينو العدل، كانوا زامتينو دايرين به غير الصوفيه المكلخين، زامتينو زمته خايبه. وهو كان عزيز عليه، كان الجماعه باغي الجماعه تكون بحال نقولوا حزب، باغيها تكون قويه، باغيها يكون عندها، ولكن دوك اللي دايرين به باغينها تكون زاويه. وي. وهو حاول معاهم كثير. في الاخر وصل لمرحله جاس النبض، ولا كيقول لهم انا هادشي طلع لي في الراس عن الساقل. كل مره يقولها لهم. واحد المره هما يديروها معاه بصح وهما يصيفطوا، فهو ما تسرطاتش ليه لانه كان عنده بلاصه كبيره وسط الجماعه. ومن خرج طبعا الجماعه كلها تزعزعات، الجماعه تزعزعات بالمعقول. ولكن طبعا الجماعه ديما كتغلب الواحد، عمر الواحد ما يغلب الجماعه. الحميه كتغلب السبع. فهما كانوا مجموعه ديال عندهم مصلحه مع عبد السلام ياسين، وضايقين الفلوس ديال التبرعات. نعم. وضايقين الراحه، ما خدامين ما ردامين. ايوا صافي صيفطوه تهناو منه باش يحافظوا على مصلحه الجماعه. وطبعا حنا ملي كتدخل انت للعدل والاحسان كتتعلم شي امور تنظيميه، كتعلم اننا ممكن نختلفوا، والا اختلفنا غنضحيو بالراي الاقليه. وي. دائما كنضحيو بالراي الاقليه، دائما ما يمكنش باش نحافظوا على الاكثريه. سمعتي التفسيرات ديالو اللي كان عطاه في الشريط ديالو صرخة هابيل؟ صنت لواحد من الاشرطه ديالو، ما عقدتش على العنوان ديالو، ولكن فرجت في شريط من الاشرطه. هو كان دار شرح البداع اللي كاينه في الجماعه، وشرح يعني كيفاش ان الجماعه يعني ما متبعاش طريق صحيح اسلامي صحيح، وكان سموها من بعد هما سموها صرخة هابيل. هذيك الساعه وقال صرخة هابيل، قالوا صرخة هابيل. علاش ما صدقتوش؟ في الجديده عندنا ما كانش عندنا هذيك المظاهر بين الناس. القاعده ما كانتش منتشره في القاعده هذاك الشيء اللي قال. حتى ولاو مجالس النصيحه، لانه فاش خرج البشيري الجماعه بدات غدا التصوف بشويه بشويه، حتى ولات دابا راها زاويه صوفيه، دابا راها زاويه 100%. فدابا ولا بان هذا الشيء باللي ما بقاش عندهم هذاك دابا داك الشيء ولا عندهم علالي، بالعلالي كيدار داك الشيء اللي كان كيقول عليه البشيري. وهذيك الساعه حنا ما صدقناهش، ولا دابا بالعلالي. واش تظن ان كان حيت هو من بعد واحد الوقت قصير مات البشيري، فواش تظن ان الجماعه عندها شي دخل في الموت ديالو، ولا كانت اشاعات فقط؟ ما عرفتش. غيكون مسكين مات بالفقصه. يعني على حساب الهضره ديال السيد كانت عنده نفس. ومن اللي خرج حتى واحد يعني الناس اللي دخلهم هو الاسلام، ماشي دخلهم الجماعه. يعني هو كان خطيب، كانت عنده سمعه، دخل معاهم حطموه. الله اعلم واش كان عنده باش يعيش ولا ما عندوش باش يعيش ملي خرج من الجماعه كاع. في
فاكيد غيتدهور نفسانيا بزاف. انا شفتو ملي جا عندنا المخيم، ريحت معاه هذيك الساعه اللي غادي يجريو عليه، باقا شي شهر وغادي يعلنوا انهم طردوه. السيد كان منهك، عنده السيد عيان نفسانيا. اوكي. اخي سعيد، نبدلوا شويه، نبعدوا شويه من الجماعه ديال السي عبد السلام. انت ولكن كانت واحد النقطه بغيت نشير ليها، تفضل تفضل. هو ان التطور ديالي كان بشويه بشويه، كل عام ولا عامين كنفاتح على شي حاجه زوينه في نبغي نزيدها للاسلام او نكتشفها من الاسلام. مثلا دزت حقوق المراه شويه، وليت ندوز مثلا حقوق الاقليات، خديتها من الجامعه ديال العدل والاحسان. شويه ندوز الحقوق يعني اختلاف في الراي انه ممكن، وفقه الواقع. شويه ان ماشي اي حاجه دارها الرسول راها سنه، راه ممكن تكون سنه وممكن تكون بدعه، ممكن يكون دارها الرسول ولكن هي شي حاجه محرمه واخا دارها الرسول، ممكن تكون. وصرت غادي وكنتطور. من 2005 بديت كنفاتح على حريه التعبير، حريه الصحافه، حقوق الانسان بالمفهوم الكوني، حقوق المثليين وحقوق الاقليات الدينيه. وصرت غادي وكنتطور. يعني ديك 10 سنين من 2005 حتى 2014 يعني مشيت تقدمت فيها مراحل حتى وليت احسن من عدنان ابراهيم. اوكي. اخ سعيد، كاين الناس دابا اللي يعني تيشوفوا الخرجه ديالك اللي هي واحد الخرجه حماسيه، واحد الخرجه قويه، بين قوسين عنيفه بين قوسين. وكاين اللي تيحس بحال اللي ربما هي ردة فعل على الشمته ديال الانسان اللي تيكون دوز عمر طويل في الخرافه وفي الخزعبلات. واش هذا هو السبب، ولا هذه الطريقه ديالك يعني كيفاش تتوصل الرساله ديالك هي عن قصد انت باغي توصلها بهذه الطريقه بين قوسين العنيفه القويه؟ انا ممكن نسميها الصادمه. عنيفه، انا ما كنعنف على حد، ما كنقتحم على شي حد بيته، ما كنمشي عند شي حد ندخل البروفايل ديالو في الفيسبوك ونقول له شي حاجه، ما كنصيفط لشي حد رسائل للدار ديالو، ما كنتلقى لشي حد في الزنقه. انا بريء من العنف. انا طريقه حضاريه ولكنها صادمه. انا كندير مبدا العلاج بالصدمه، ثيرابي ديال العلاج الشوك. بالصدمه. حيت انا ملي كنت صغير ما جاش عندي شي واحد وجا قالها ليا في ودني سعيد هادشي راه خرافه، ما كاينش اللي تجرأ وجا قالها ليا. انا اغتصبت لمده 20 عام من قبل الفكر الاسلامي المكلخ، لانني ما لقيتش من يعتقني في الصغر ديالي. غير شي واحد مثقف في الاسلام، شي واحد قاري الاسلام ويجي ويقولها ليا في ودني، يقول لي هادشي راه خرافات، حتى واحد ما قد يتجرأ ويقولها ليا. انا باغي نعتق الناس اللي عيوقع عليهم بحال داكشي اللي وقع ليا انا. وانا دائما كنت مخلص وما كنعقل حتى على شي واحد نهائيا. ما كاين، بالعكس الا تحداني شي واحد غا ما كنزيد قوه وعا ما كنزيد الثقه براسي. ويجي مليون دابا ديال البشر شتي يديروا مسيره مليون ويجيو يوقفوا قدام الدار ديالي، هذيك الساعه غنوض نفرح ونخطف فيهم بالابتسامه ونخطف فيهم بالكلمات الطيبه، وغادي نقلب نصهم، غادي يمشيو معايا. علاش؟ لان كلامي كيخرج من القلب الى القلب، وكنقول الصراحه، ولا يهمني ردود الافعال، ولا تهمني النتائج، ولا يهمني قول الناس. انا اللي كيهمني هو نقول اللي في قلبي ونحيد عليا اللومه قدام راسي ماشي قدام ربي، حيت ربي ما كاينش. كنحيد عليا اللومه قدام راسي باش عمرني ما ندم ونقول ما قلتهاش. نعم. ولكن لا قلتها راني دخلت في واحد التجربه زوينه. نعم. انا تقريبا عندي نفس المساله، تنقول انها يعني مساله تنحاول انني نبقى مع الضمير ديالي مرتاح. انا داكشي اللي كان عليا نديرو تنديرو، يعني هو واجب انساني تنعتبره، انني من تنتقد الدين الاسلامي راه واجب انساني، راه خصني نديرها. الا ما درتهاش ما غاديش نرتاح. اذا باش نرضي الضمير ديالي وباش نكون مرتاح نفسيا خصني ننتقد وخصني نبين الحاجه الا خايبه خصني نبينها. الا كان الاسلام خطر على الانسانيه خاصك تقول للانسانيه راه كاين واحد الخطر باش ما يبقاوش الناس ساذجين ما عارفينش. شنو التاثير اللي كان في المحيط ديالك من بعد ما عرفوا الناس بانك تركتي الاسلام؟ انا عامين هذه وانا 3 سنين، دابا قريبه 3 سنين باش دخلت مرحله الشك. ومن الحوايج واخا انا دائما مخلص
للحقيقه، كنديهاش في الظروف، ولكن رغم ذلك كانت الظروف اقوى مني واثرت فيا وخلاتني كاتم على نفسي، وكنعاني بزاف بزاف. انا عام 3 سنين هذه تقريبا، عامين ونص 3 سنين باش دخلني الشك، وبقيت كنبحث بتأني، يعني واحد التأني كبير، وكنفكر في العواقب، وكنفكر في شي حاجه. وقلت هل في المغرب، قلتها لشخص واحد كان صديق ديالي وقرا معايا في الشريعه، وصديق ديالي كبير في حد السوالم، وقلتها ليه، قال لي لا، يعني ما شجعنيش باش نقولها في المغرب، قال لي اسكت على هذا الشيء دابا، نساه دابا. المهم طبعا حنا كنتاثروا بالمجتمع ديالنا، وعرفت راسي غنخسر كل شيء، غنخسر عائلتي، غنخسر اصدقائي، غادي نخسر الكليان ديولي، غادي نخسر الكرا ديالي، غنخسر اي حاجه. يعني غنولي خاصني نخرج نمشي حماق، خاصني نمشي لبويا عمر، لا قلتها في المغرب، حيت غنفقد اي حاجه، غنفقد عائلتي، غادي نفقد اي حاجه. ملي كنقول اي حاجه حرفيا، يعني بقى لي ابويا عمر نمشي نسكن فيه، ولا نمشي نسكن في الخلا ولا شي حاجه. فاذا بقيت غادي بشويه كنسلك حتى جيت للميريكان. فاش جيت للميريكان بقيت كنفكر، لانني ما كتهمني الحقيقه بالاساس، والخروج من الاسلام ما كيدارش جوج مرات. ملي كتخرج من الاسلام بحال البنت اللي كتفقد البكاره ديالها كيف يقولوا، مره واحده. فخاصك تفكر مزيان 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 قبل لا تفقد البكاره ديالك. كاينه ديال الشينوا ترجع لك الاسلام، ماشي مشكل. ما كاين عندي انا، ما تصلحش ليا. فهمتي؟ يقدر كاين شي انسان اللي يخرج من دين ويمشي يدخل لدين اخر مثلا، او لا وهو عارف وما صحيحش. انا ما نقدرش نعيش بشي حاجه غير الحقيقه ولو لفتره قصيره. ما نقدرش انا نتعايش مع نفسي، غادي نكره نفسي واحد الكره خايب الى انا عشت بغير الحقيقه، مستحيل. طبعا اخي سعيد، انت كاين باش نحيدوا بعض الاشاعات اللي تسمع دائما عليك، هو ان انت غراتك الاضواء ديال الامريكان، اثرت فيك الامريكان، وهذا هو اللي كان السبب خروجك من الاسلام. كون بقيتي في المغرب كون راك مسلم، هادشي اللي تديروا فقط عن ان عندك عداوه مع الناس ديال العدل والاحسان، ولا عندك عداوه مع ناس اللي كنتي معاهم، بحال هادشي كامل هذا هو ردة فعل. انا عارف بان هادشي هذا ما عنده حتى شي علاقه بالواقع، لان ما يمكنش الانسان الا كان هو مؤمن بان هناك حياه بعد الموت، وكاين الجنه وكاين النار وكاين الخلود، انه غادي زعما يسمح في هذا الشيء هذا في سبيل شي حاجه اخرى. هذه لا تعقل، مساله غير عقلانيه. فاكيد ان عندك قناعه بهذا الشيء اللي تتقول وهذا الشيء اللي تدير. غير بغينا نسمعوا منك انت، يعني شنو التاثير ديال امريكا؟ واش امريكا كان عندها شي تاثير؟ واش داك الشيء اللي وقع لك في المغرب كان عنده تاثير في اتخاذك القرار من الخروج من الاسلام، ولا القرار من الخروج من الاسلام كان غادي يكون كانت ميريكان ولا ما كانتش، وقعت مشاكل ولا ما وقعتش؟ خاص هاد الناس يعرفوا ان العدل والاحسان بحال خوتي. الناس ديال العدل والاحسان بحال خوتي من الدم، كنعست في ديورهم وكليت مع وليداتهم وكليت ماكلتهم ومع وليداتهم وفي ديورهم، وكانوا معتبريني واحد. كاين اللي كان معتبرني بحال الابن ديالو، كاين اللي معتبرني بحال الاخ ديالو، وكاين طبعا اللي معتبرني مناضل معاه وصافي ودار في حقي اخطاء. ولكن انا ما حاقدش عليهم، انا ما حاقدش على العدل والاحسان. انا دزت مع العدل والاحسان ذكريات زوينه واكتسبت منهم شله حوايج. وانا ما حاقدش على محمد، واخا خدعنا، لان محمد انسان فيه الزوينه وفيه الخيبه. وانا محمد كيفكرني في نفسي، حتى هو مسكين كان كيقاوم في المجتمع ديالو، وكان حملوه الناس ذنب اللي هو ما مسؤولش عليه، انه تولد من اب غير معروف. سيدنا محمد ما مسؤولش على انه تولد من اب غير معروف، وحتى امه ما عندها حتى ذنب، عادي. واش موت بقى بلا حياه جنسيه من اللي مات راجلها؟ فبالنسبه لي انا ما حاقد لا على اسلام ولا على عدل واحسان، ولا حتى على الحكام ديالنا وداك الشيء، لان النظام داك الشيء نظام وداك الشيء مبني على معقد كثار، ما يمكنش نشخصوه. انا ما كنلومش محمد السادس ولا فؤاد علي الهمه ولا بن كيران كشخص. هذا الشيء كله كيكون نتيجه ديال ظروف معقده مرتبطه فيما بينها. يعني المشكله ديالك هي مع النصوص، طبعا مع النصوص ديال الاسلام، مع الشريعه الاسلاميه، مع طبعا
عن النصوص ديال الاسلام ربما نقد شي ناس في البدايات، ربما شي وحدين كان في صالحهم، ربما كان شي وقت مزيان للاسلام، ولكن دابا راه ولا مضر بزاف بزاف بزاف. ولكن واحد الوقت ممكن يكون في شي مسائل تدفع بالناس للقدام. فاذا محمد في وقته كان انسان بحال قائد سياسي دابا، واي قائد سياسي كتكون عنده ايجابيات وسلبيات، ولكن الناس هذيك الساعه بزاف تبعوا محمد لانه كانت عنده شي حوايج ايجابيه في نظر هذاك الزمان. في نظرنا حنا دابا سلبيه، ولكن في نظر هذاك الزمان كانت ايجابيه، لان محمد ماشي نبي تا غادي يغير الكون، تا غيحيد العبوديه. كون كان النبي بصح كون حيد العبوديه، كون كان رسول بصح كره وحد الامم. محمد كان فقط بشر ابن بيئته، ولهذا كان محدود بما يمكن للبشر فعله. اما انا بغيت نكمل هذه النقيطه باش نسد هذا القوس. انا كنتعجب كيفاش انني ربحت القرعه في الوقت المناسب. انا ربحت القرعه في الوقت المناسب. امريكا ما عندهاش عليا تاثير كبير، حيت اصلا انا جيت لامريكا في 2011 وهذيك الساعه شفت الاختلاف ديال الدين، وانا كنت كنعيش الاختلاف. انا دابا هنا وعيش في عوالم اخرى. دابا انا هنا في الميريكان وعيش في عوالم اخرى. انا لست سجين بيئتي. انا سعيد بن جبلي ليس سجين بيئتي، ولن يكون ابدا سجين بيئتي. انا احلق في عوالم ما كايناش هنا، وكنقول شي افكار الميريكانيين نفسهم ما كيقولوهاش، والاوروبيين ما كيقولوهاش، والمغاربه خلاص المغاربه ما كي. واش فهمتي؟ انا انسان جيت غير فقط القرعه جاتني في الوقت المناسب، وبحال تقول كاين اله عرفني يقتلني في المغرب وعطاني ديك القرعه. ربما آية هبالية، هذه معجزة. معجزة بومباوية. هي مزيان هذه النقطة اللي ذكرنا دابا، لأن بزاف الناس تصحابهم بأن راه الملحد أو الكافر أو الخارج اللي خرج من الإسلام عنده حقد، تيكره محمد. واش حنا حماق غادي نكرهوا واحد الإنسان عاش هذه 1400 سنة وراه تحت الأرض؟ ما يمكنش. ما تتكرهش واحد الإنسان عاش في ذيك الوقت، هو ابن بيئته. محمد كان ابن البيئة ديالو، والاخلاق ديال ديك البيئه راه كاينه في الشريعه الاسلاميه. الشريعه الاسلاميه خرجات وسط ديك البيئه هذيك، لذلك غادي تلقى في الشريعه الاسلاميه كاين فقه الاماء. هي مساله عاديه جدا يعني. واش يعقل انك دير قانون اليوم في 2016 ودير فيه واحد القوانين خاصه بالعبيد؟ الناس غادي تتعجب، تقول لك اش تخربق، اش من عبيد ولا ما عبيد؟ ولكن هو ابن بيئته. كلامك صح سي هشام، كلامك كله صح. بغيت غير نضيف واحد المساله، هو انه ماشي محمد بوحدو اللي صايب الشريعه. الشريعه صايبها محمد والاصحاب ديالو. البيئه صنعت محمد، عمل مشترك. البيئه دابا يعني البيئه صنعت محمد، ومحمد ساهم في صناعه البيئه. كان تاثير واحد التاثير كبير جدا جدا، لدرجه اننا الا جينا نصنفوا القوانين نص نص، نصنفوها زعما حديث وقانون ديال القوانين ديال الاسلام، علقوا محمد جاب من عنده شي الثلث ولا الخمس، والاخرين كاملين يا اما جابوها الصحابه من بحال مثلا سلمان الفارسي، دحية الكلبي، ورقه بن نوفل، ولا جابوها ولا صنعات بالتاثير المتبادل. محمد كان ممكن يكون اكثر من بوذا في السلميه ديالو، لولا انه اضطر يخوض الحرب ملي مشى للمدينه. واش محمد اللي اختار يدير الحرب، ولا الانصار اللي كان عزيز عليهم الحروب؟ لان الانصار كانوا محاربين ماشي بحال قريش. فمحمد كان ممكن يكون في السلميه ديالو اكثر من غاندي. ما يمكنش تعرف. المشكل هذا هو المشكل مع المراجع الاسلاميه كاع اللي عندنا اليوم. الروايات كلها جايه من باجنده اسلاميه. جميع الناس اللي كتبوا لنا التاريخ الاسلامي اللي تنعرفوه هم ناس تيامنوا بمحمد وتيامنوا بالاسلام وتيامنوا، يعني ما كاينش واحد المراجع اللي محايده من ذاك الوقت اللي نقدروا نقارنوها بداك الشيء اللي عندنا ونقولوا اوكي اذا نقدروا نخرجوا الحقيقه في شي بلاصه، فتتبقى غير استنتاجات. علمني الاستاذ ديال التاريخ قال لي عمرنا ما كنقولوا كان ممكن يكون. التاريخ هكا كنتقبلوه. نعم صح. واش بالضبط شنو كنحاولوا ناخذوا منه العبار، كنحاولوا نشوفوا اشنا هو وقع، كنحاولوا، ولكن عمرنا ما نعرفوا اشنو كان غيوقع في حاله وي بيان سور. ما تقدرش. نعم يعني عمرك تقول عمرنا ما نقولوا. ديما كان في القسم كيركز على هذه القضيه، اش كان غيوقع، كنشوفوا غير اللي وقع بصح. صحيح.
اخ سعيد، شنو هي الاشياء اللي تكلمتي على حقوق المرأة قبيله، ولكن شنو هي الحاجة اللي إلا سولتك دابا وقلت لك اللي حركاتك في اتجاه ديال الشك وعطاتك أكبر دفعة في الاتجاه ديال الشك فيما يخص الشريعة الإسلامية، شنو هي بالضبط؟ والشريعه، انا ملي كنت كنوجد نظريه القوانين المتوازيه، نظريه الانظمه الموازيه ولا الانظمه المتوازيه، هذه النظريه كتقول لك اننا ممكن نطبقوا الشريعه والقانون العلماني في نفس الوقت. يعني مثلا ممكن الانسان ملي يبغي يموت يكتب واحد الوصيه، يتم توزيع التركه بالقوانين الاسلاميه، او اللي يكتب يقسم هو على الورثه ويموت بحاله. يعني هنا كيولي بحال القانون العلماني، ان اللي بغى يتزوج زواج مدني يتزوج، واللي بغى يتزوج في الجامع يتزوج، اللي بغى يمشي للكنيسه يمشي، اللي بغى يمشي للجامع يمشي. يعني دوله كتكون فيها جميع الاديان وجميع المجموعات الدينيه عندها حق الفيتو في البرلمان، وعندها كتدافع المصالح ديالها، وموجوده في التعبيرات ديال القوانين. للاسف اكبر مشكل كان عندي هنا هو كيفاش غنتعاملوا مع شي حوايج اللي ما بقاتش مقبوله في العصر. وانا بصفتي انسان باحث في الدراسات الاسلاميه كنعرفها راها من لب الاسلام، وباللي المسلمين ما عمرهم غيرضاو على شي حكم ما دامت هذه الامور غير موجوده، بحال العبيد والاماء، الرق. يعني المسلمين باغيين يردوا الرق وباغيين يديروا قطع اليد، الحدود، مساله الحدود كلها، لان الحدود همجيه الى اقصى درجه. وماشي غير همجيه، الحدود ما يمكنش لك دابا الا كان عندك السجن ومحكمه وسجن وداك الشيء، كنقدروا نرجعوا السيد مثلا من بعد دوز الحبس، نقدروا نعوضوه الا غلطنا في حقه. ولكن واحد اللي عدمتيه حكمتي عليه بحد ما يسمى مثلا حد الرده او حد الزنا، رجمتيه او قطعتي ليه يده، واش باقيين غنصنعوا ليه يد اخرى؟ واش واحد قتلناه خطا غادي نعاودوا نردوه؟ لان شحال من واحد دابا كيتقتل خطا في المجتمعات الاسلاميه. بحال واحد المراه في الهند ولا ما عرفت باكستان، شفت هذيك النوبه، تخاصمات مع الجيران، عيطوا ناضوا الجيران قالوا لهم هذه المراه راه ما عرفت سبت القران، وشتفوا عليها في الشارع. عرفت هذه القصه هذه، نعم. شتفوا عليها في الشارع وقتلوها هذيك الساعه وهي ما سابه لا قران لا والو. يعني هذيك الساعه هذوك الاحكام ديال الاسلام كيمشيو فيهم ضحايا كثير، ماشي غير همجيين، لا، احكام همجيه وكيمشيو فيها ضحايا، لان ما عندهاش مسطره ديال صحيح. ما كاينش حكم ابتدائي وحكم استئناف وحكم النقد والمراجعه ولجنه محلفين اللي كيبقاو يفكروا واش هذا السيد دار فعلا شي ذنب ولا ما دارش. كنعطيو لواحد الشخص يحكم. تخيل هذا الشخص ممكن يكون هو المفتي، بحال ابن عثيمين دابا، داك العور ديال السعوديه، هذاك الدجال الاعور اللي كاين في السعوديه، ابن عثيمين، اللي كيبرر قتل العلماء. داك العالم اللي كانوا قتلوه داك العام في السعوديه حكموا عليه بالاعدام، ولا ما عرفت في البحرين ولا فين، واحد العالم كان شيعي وقتلوه، وقيله في السعوديه. وناض هذاك ابن عثيمين كيبرر عمليات القتل وكيقول لهم هذاك ضال وكذا. يعني عندهم الارواح. الاسلام كيجعل الشيوخ ديالو ملي كنبداو نديروا الحدود، البشر يتحولون، يعني يستخرج اسوأ ما في البشر، وهما انهم كيرجعوا حيوانات مفترسه. يعني ما كيبقاش عندهم العقل نهائيا، ما كتبقاش في قلبهم الرحمه نهائيا. ولهذا كنشوفوا انت الا شفتي بعينك دابا اش كيوقع في البلايص اللي كيتسموا في دوله الخلافه، في دول الخلافه اللي كيدعوا المسلمين انها دوله الخلافه، داعش والنواحي، كتشوف الهمجيه اللي كيتصرفوا بها. يعني داك الاعدامات بالرجم والاعدامات وقطع اليدين وقطع الرجلين، داك الشيء همجي ولا ضابط له، ضحايا كثار كيمشيو فيه. لا، كاين ضابط فقهي. ولكن داك الضابط الفقهي راه ما كاينش ضابط للتطبيق ديالو. راه شحال من واحد، هذه المساله الثانيه زعما، هو اصلا هذه هي همجيه، اصلا همجيه، هي همجيه في طبيعه الحال، نعم. ولكن اخطر حاجه هي انها ممكن تمس واحد ما دار والو نهائيا وكيمشي فيها. فالان كيدخل فيها السياسه. ما كيفاش كيدخل فيها السياسه؟ كينوض واحد القبيله مثلا كتثور على شي حاجه سياسيه، كنقتلوا حنا واحد باش نهدئوهم، وهذه الطريقه هي اللي تقتل بها المسيح. يشوع المسيح علاش تقتل؟ المسيح تقتل لان اليهود
بغاو يتقتل. اليهود قالوا هذا مخطئ، داوه، والحاكم الروماني بجلاله قدره، الحاكم الروماني ما قدرش يوقف عمليه القتل، ومشى تبع الرعاع ديال اليهود وقتل المسيح. فالمسيح كان ضحيه لقوانين دينيه، كان ضحيه المبدا الحدود في القوانين الدينيه. المسيح كان ضحيه لمبدا اضطهاد الاقليات اللي مخوض من الدين اليهودي. ولكن اليهوديه دابا تطورات، لانهم تم دازوا من مراحل الاضطهاد تحيدات منها هذا الشيء، المسيحيه تحيدات منها هذا الشيء، ولكن الاسلام باقي فيه هذا الشيء، هو خطير جدا. وهذه كانت اكبر مشكله لقيتها ملي كنت كندير نظريه الانظمه الموازيه. فكان ضروري، كنت كنقترح ان الشيوخ خاصهم يريحوا ويخرجوا لنا، ويخرجوا لنا شي حدود خصهم يعطلوها، يعلنوا التعطيل ديالها، باش الشريعه يولي عندها امكانيه تطبق في الدول الاوروبيه والغربيه. هو المشكله في الحدود الاسلاميه، خاصه هذه اللي فيها القتل، انها تتجاوز مساله ديال يعني بحال اللي تتناسى المشكله ديال حياه الانسان، لان اهم شيء في الوجود هو حياه الانسان، كرامه الانسان، حياه الانسان، يعني اقدس شيء كاين هو حياه الانسان. ففي الفقه الاسلامي، في الشريعه الاسلاميه، حياه الانسان تتولي متعلقه بشروط فقهيه، يعني تتولي حياه الانسان بحال الدبانه، يعني الى توافرات الشروط الفقهيه يموت بنادم، بحال اللي تتقتل شي حشره. يعني ما تيكونش الاهم في تسطير القوانين هو حياه الانسان وكرامه الانسان، بل تتكون فقط الى الشروط كاينه هذا يموت صافي وسالينا هنا. ما تيبقاش التفكير ديك الساعه في حياه هذا الانسان، المشاعر ديالو، العائله ديالو، الاهداف ديالو، الوجود ديالو في الحياه، ما تيبقى عنده حتى شي معنى. طب كاينه الشروط تيتقتل. هذا هو تنظن هذا هو اكبر مشكل مع الشريعه الاسلاميه في مسائل. اخطر من هذا، هو كلامك كله على الراس والعين، كلامك صحيح 100% دقيق، ولكن اللي ربما نسيتي ما ذكرتيش هو انه ماشي غير ممكن يتقتل بحال البعوضه، لا، غادي تقتلوا عندك الاجر وغادي تمشي للجنه. وي بيان سور. نتعبد لله بقتله. البعوضه انت ما كتهتمش بها، قتلتيها ولا بقات حيه. صح. مثلا كلب ولا حيوان ما كنهتموش به عاش ولا مات، ولكن واحد النوع من الانسان كيولي عندنا الاجر الى قتلناه، كنتعبدوا لله بقتله، تتقرب الله بالقتل ديالو. نعم، بالقتل ديالو. وهذه اخطر مساله، يعني اكفس ما عنديش شي مصطلح باش نقولوا عليها، يعني اخيب حاجه في الاسلام هو انك كيخرج على الاخلاق ديال الانسان، كيتسمى كامن سنس. ياك انت كتعيش في شي وسط فيه لونجلي. وي تنعرف لونجلي. نعم، الحس المشترك. نعم، كامن سنس. يعني انت ما كتبقاش كتفكر كيف كيفكروا الناس، كيولي عندك خلل في التفكير، وخلل في التفكير الحر هو اللي كيخلينا التفكير العقلاني والتفكير الانساني العادي. الحس المشترك هو الحس المشترك كاين بين جميع الاقوام تقريبا، هو اللي كيخلينا نفكروا هذه زوينه وهذه خايبه. القران والاسلام كيحطم لك هذا الحس المشترك، فكتولي ممكن تقبل اي حاجه اللي هي اخيب حاجه في الكون، كتقبلها انت على انها احسن حاجه في الكون. يعني وكيقول لك الاخلاق الاسلاميه. اش من اخلاق اسلاميه؟ اصلا حمايه الروح كاينه فقط للمسلمين، ما كايناش لغير المسلمين. فالرسول اش كيقول لك؟ حرمه المؤمن اعظم من حرمه الكعبه، فقط المؤمن. فهمتي كيفاش؟ يعني كنشدوا الانسان الاخر، ماشي غير كنردوا قيمته، راه ما عنده حتى قيمه، كنردوه خاصو يتصيد وخاصو يتقتل. يعني ماشي غير حشره. مازال اليهود اش كيقولوا؟ اليهود كيقولوا على الاخرين الاميين، وكيقولوا عليهم الخراف الضاله، يعني بحال النعاج ضاله. ولكن المسلمين ما كيخلوش غير نعجه ضاله، لا، كيقول لك هذاك خاصو يتقتل وعندنا الاجر اللي قتلناه. يعني كيكون في التحت، ماشي عنده قيمه صفر، لا، عنده قيمه سلبيه هذاك الانسان، وبالتالي خصنا نسعوا جميعا لتحييده من المجتمع ولتقويضه، ما يبقاش الوجود ديالو، خصنا نمحيوهم، خاصنا نبقاو غير حنا المؤمنين. هذه خايبه بزاف. هذه زعما هذا مرض. تخيل دابا ان 90% ديال المسلمين ولا 60% ولا ما نعرفش بالضبط، لان المسلمين اصلا ما عمرهم بحثوا في نفوسهم. هذا مرض نفسي يصيب اغلب المسلمين. تخيل واش واحد اللي كيعتقد انه
قتل بنادم فيه الاجر وتقول لي ما مريضش نفساني او تقولوا عليا انا اللي مسطي، هذا راه خاصو يمشي هذيك الساعه تخطفوا. دابا تنوض هنا مثلا ملي كتمشي للسبيطار في ميريكان مثلا، اول حاجه كيسولوك عليها ملي كيديروا لك واحد الفورم، واش كتفكر في ايذاء نفسك او ايذاء الاخرين؟ اذا كنت كتفكر في ايذاء نفسك او ايذاء الاخرين كتخدموا مباشره سبيطار الحمق. المسلمين كلهم محمقين. تيجيبوا لك الاسيستونس، ماشي يصيفطوك للحماق، ولكن تتخصص واحد الاسيستونس. لان لا بلاتي سبيطار الحمق الامريكان ماشي هو سبيطار الحمق المغرب. لا باش ما يفهموش الناس بانك راك خلينا ثاني وسبيطار الحمق انا ما غيدوكش لبويا عمر، راه غيدوك لسبيطار نعمسي، غيديروا لك التحاليل وغيجيبوا لك اطباء فابور، اطباء نفسانيين فابور، وغادي يجيبوا لك دواء فابور وكل شيء خصوصا في الامراض النفسيه. الامراض النفسيه واخا تكون عندك الفلوس ولا ما تكونش ما كيسولوش فيك، تمشي مباشره تعالج مجانا. اش بغيت تقول هذا الشيء؟ علاش بغيت نقولوا دابا وراه نص ديال المسلمين ولا اكثر امراض نفسانيا انا نسيني لك عليها، خاصهم يمشيو للسبيطار بالحمق. ولكن مساكن علاش ما خاصهمش يمشيو؟ حيت اصلا ديك البلدان اصلا السبيطار بالحمق. شتي المغرب بويا عمر كبير، شتي المغرب كله بويا عمر كبير، واي واحد عنده العقل في المغرب كيقولوا عليه الناس اللي ساكنين في بويا عمر تحمق. دابا شتي مشيتي لبويا عمر وسكنتي معاهم يوليو يقولوا لك وبديتي كتفكر مختلف عندك الحماق ديال بويا عمر يقولوا لك تحمق. علاش؟ حيت كلهم حماق ما حاسينش براسهم. المسلمين كلهم حماق وما حاسينش براسهم حماق، لهذا كيعتقدوا ان اي واحد مخالف ليهم حماق. انا ربما نختلف معك في هذه المساله، وتنظن بان هي المشكله ماشي الحماق او مرض نفسي، هو تنظن المشكل هو اختلال معايير الاخلاق. هذا الانسان هذا اللي تولد في هذه الاسره المسلمه، المعيار ديال الاخلاق ديالو مختل، لان المعيار ديال الاخلاق ديال المسلم تعتمد على داكشي اللي حل الله وداكشي اللي حرم الله، ما اجازه الله وما يعني امر باجتنابه او حرمه. فإلا اعتمدت على هذا المعيار ديال الاخلاق تيولي داك الميزان ديال الاخلاق ديالك مختل تماما. وباختلال هذا دائما دقيق وكتكون موضوعي في النقاشات ديالك، ولكن اسمح لي نقول لك واحد المساله اخرى. عندنا كذلك ما يسمى باختلال التفكير المنطقي، واختلال التفكير المنطقي هو اللي كيولي مرض عقلي. وهذا للاسف حتى الطب باقي ما وصلش لواحد الدرجه ستاندارد، يدير واحد ستاندارد باش يحلل هذه المسائل. دابا واش ملي كيولي واحد يعني كيقول لك ملي كتقول له مثلا تبغي تعطيه شي نظريه كيقول لك البعرة تدل على البعير، ياك؟ وكتجبد له آلاف الأدلة على نظرية التطور وكيقول لك على نظرية، يعني نظرية البعرة تدل على البعير أقوى من نظرية التطور، رغم أن نظرية التطور عليها آلاف الأدلة القوية، والبعرة تدل على البعير قالها أعرابي مضر من الحجاز، من دوك اللي قال فيهم محمد الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هذا الكونفيرميشن بايس، هذا الانحياز التاكيدي اللي كاين حتى عند، ولكن عندهم حتى اختلال منطقي. دابا غنقول لك كيفاش اختلال منطقي. ملي كيكون شي واحد في ما كيقدروش يتخيلوا روسهم خارج الوضع اللي هما فيه، كتقول لي مثلا وتخيل راسك كون زدتي في اليابان شنو الدين ديالك غايقول، ما يقدرش يتخيلها. علاش؟ لان عنده اختلال عقلي. لان اللي ما عندوش اختلال سلامه عقليه كتقول له تخيل راسك دابا لابس حوايج مروبه تشطح، يقول لك يبدا يتخيل ويدخل في الدور، فهمتي؟ ولكن الا كان مسلم اول حاجه تقول تخيل راسك مرا هو الى جا معك بالتصرفيق ولا يشير لك القرعه. علاش؟ حيت معقد مزيان من ناحيه المراه. الا قلتي ليه ودابا انت كنت زدتي في اليابان شنو غتكون؟ يقول لك انا زدت في المغرب، انا ما زدتش في اليابان. يعني ما عندوش قدره على التخيل. يقول لك الحمد لله على نعمه الاسلام. لانه ما عندوش لان الاسلام خاصك تعرف واحد الحاجه، ماشي خاصك تعرفها ولكن انا كنعتقدها، ماشي زعما حقيقه مطلقه ولكن هذا اعتقاد ديالي انا. اسمح لي لانني الهضره ديالي دكانيه كنقول خاصك تعرف ما كنقصدش بها. انت مشكله صديقي، خذ راحتك. واحد القضيه هو ان إذا درنا واحد مقاربه المرض، ممكن نحلوا الاسلام بمقاربه العدوى، مقاربه العدوى ديال النباتات. مثلا الدماغ ديالنا هو وسط بيولوجي، باش يفكر بمنطق سليم خاصو يكون خالي من الطفيليات.
الطفيليات هي افكار منحرفه كتخليش الانسان يفكر بطريقه سليمه، بحال الخبيزه والحريقه ملي كينوضوا لك في الجرده ديال الدار كيخسروها لك. فالعقل ديال المسلم عامر حريقه وخبيزه وشندقوره وجميع انواع الطفيليات، لدرجه ان الافكار المنطقيه ما بقاتش عندها بلاصه. الافكار المنطقيه ما بقاتش عندها بلاصه نهائيا. هذا التحليل الاول، تحليل العدوى، وهو معدي. يعني هذا المرض كينتقل من شخص لشخص. اذا طبقنا مقاربه المرض باش نفهموا العقل المسلم، كاين المقاربه الثانيه هي مقاربه الفيروس المعلوماتي. كتشد واحد البيسي معين وكتانستالي ليه. اول حاجه كتانستاليها قبل الويندوز قبل اي حاجه هي واحد الفيروس. هذاك الفيروس ملي كيتانستالا كيولي هو السيستم، يعني كيسميوها الباك دور. كتانستاليه يعني كتانستاليه في الباك اند، يعني كتانستاليه اللور داخل عميق جدا. ملي كيتانستالا في البيسي ولا في التليفون ولا في اي حاجه كيولي هو كيتحكم في الاوامر المنطقيه الاخرى. تولي انت كتكليكي على ديليت كيكليكي هو على كابي، تكليكي انت على كات يكليكي لك هو على بيست يعني كوبي كالي كوبي كولي. يعني انت تولي تكليكي على شي منطق هو كيعطيك حاجه اخرى. المسلمين عندهم واحد 80,000 مجلد لألف العلماء ديال المسلمين كلها غير باش تساعد هذا الفيروس يخدم. 80,000 مجلد كلها كتحاول تلقى التناقضات اللي كاينه في الاسلام وتبررها وتعطيك تبريرات. طبعا ماشي غير المسلمين، ماشي غير المسلمين، كذلك حتى الاخرين. ولكن المسلمين عندهم روينه. علاش المسلمين عندهم روينه؟ المسلمين عندنا فيه الاسلام فيه ما يسمى بالمتنيه. ما معنى المتنيه؟ هي الازدواجيه. الاسلام ممكن تخرج منه حب الله، يعني ممكن تخرج منه حب الناس وممكن تخرج منه كره الناس. ممكن تخرج منه انه دين التسامح وانه دين الذبح. ممكن تخرج منه انه دين تكريم المراه ودين تحقير المراه. ممكن تخرج منه انه دين التعايش ودين التمايز. وي بحال السوق تجبد منه اللي بغيتي، جبد اي واحد يجبد منه اللي بغى. الاسلام بحال السوبر ماركت، تقدم منه اللي بغيتي. كنتي مجرم تشري منه موس وتشري منه سكوتش وتشري منه قلب باش تكتف عباد الله. كنتي انسان صالح ولا صوفي تاخذ منه ذكر الله وحب الله وشي حوايج بحال هكا. كنتي انسان فنان تاخذ منه الروحانيات والموسيقى واللي بغيتي. الاسلام التراث الاسلامي بحال شي سوبر ماركت، ومسموح فيه بيع الاسلحه للقاصرين والخمور للقاصرين. هكاك الاسلام داير. هو هذه المساله كاينه حتى عند المسيحيين طبعا، باش ما يعني ما نظلموش الاسلام، نقولوا كاين غير في الاسلام، كاينه كذلك عند المسيحيين نفس الشيء. يعني الكتاب المقدس كذلك بحال واحد السوق، ممكن تاخذ منه اللي بغيتي، ممكن تجيب المحبه وممكن تجيب كذلك اشياء اخرى باش تبرر بها الاعمال ديالك. في الولايات المتحده الامريكيه مثلا في مساله العبيد، عندما كانت الحرب بين الشمال والجنوب وكان الكلام على مسألة العبيد، الجنوب كانوا تيستدلوا بالكتاب المقدس على مسألة العبيد، فكانوا تيستعملوا الكتاب المقدس باش يستدلوا على أن يكون عندك عبيد. راه مسألة دينيا من الناحية الدينية ما فيها حتى شي إشكال. يعني كان ممكن لكن ممكن كذلك تلقى المحبة، ممكن تلقى أي حاجة بغيتي تخرجها غادي تخرجها على حسب الانتربريتاسيون اللي تدير. أنا اللي تيبان لي الإسلام، الخطر ديال الإسلام هو أن الإسلام فيه واحد التشريعات اللي هي تشريعات ماشي غير مكتوبة وتقدر دير لها واحد الانتربريتاسيون وتقدر تسلكها، كما بحال الإسلام الكيوت. يعني تجيب واحد التفسير وتقلب ليه، تغتصب ديك الآيات، تلوي الأعناق ديال الآيات وتخرج منها شي حاجة زوينة. المشكل عندنا حنا في الإسلام هو أن كنسميه تطويع. يعني تطويع، قابلية التطويع كاينة، ولكن كاين شي حوايج ما يمكنش تسيطر عليهم، ما يمكنش تطوعهم بحال الحدود. صح. المشكل الكبير اللي تيبان لي انا هو ان مؤسس الديانه اللي هو محمد قام بهذه الاعمال. يعني راه صعيب انك تقول هذه المساله راه غير ما فهمناهاش. مثلا كون محمد ما دار حتى شي حاجه، حياته كلها دازت مزيانه، يعني سلميه ما فيها حتى شي حاجه خايبه، ولكن كاين الايات فيها القتال وفيها القتل وفيها هذه، نقدروا نقولوا اوكي هو ما دارهاش. اذا خصنا نفهموا هذه الايات بواحد الطريقه اللي تماشى مع الحياه ديال محمد اللي كانت سلميه وما فيها حتى شي مشكل. ولكن من تشوف انت الحياه ديال محمد وتتشوف انه مثلا ذبح بني قريظه
وتتشوف كيفاش انه تعامل مع سبايا اوطاس، وكيفاش كان عنده الغنائم، وكيفاش كان عنده تا هو العبيد، وكيفاش فراه تطبيق لذاك النظري. راه عندك النظري اللي هو في القران، اللي عندك في السنه ولا في المرويات في الحديث، وعندك كذلك التطبيق ديال مؤسس الديانه. فمين تدخل انت ذاك الحرب ديال النصوص مع اهل السنه والجماعه ولا السلفيين، غادي تخسر ديما، ما عمرك غادي تربح هذه الحرب هذه، لانه ما عندهم النصوص بجانبهم، عندهم المؤسس ديال الدين دار هذه الامور هذه، الناس اللي كانوا معاه داروها، الناس اللي جاوا من بعده داروها، الدوله الاسلاميه تبنات عليها. فصعيب انك تلقى واحد الانتربريتاسيون اللي تخرجك ترد الاسلام بيض وزوين وما فيه حتى شي مشكل. اكيد كلامك دقيق 100%. الاسلام هذوك الناس اللي كيتسماو، انا نسميه الاسلام السعودي والاسلام الايراني، هادو هما جوج نسخ اللي ممكن ينتصروا، ما كاينش نسخه ثالثه. كاين الاسلام المغربي ولكن ضعيف بزاف. الا عقلتي على الاسلام المغربي ولا الاسلام التونسي، الاسلام الجزائري، يعني اسلام غير العرب، ممكن نزيدوا اسلام غير العرب. فالاسلام السني عندنا اسلام السعوديه، اسلام العرب اللي هو اسلام السعوديه والامارات ودوك العرب الاجلاف. وكاين اسلام هذا ما كنعيش العرب، ولكن العرب العيشه ديالهم اجلاف. انا دوكالي اجلف، انا اجلف، ولكن اجلف في المغرب. انا كنهضر على العرب كلهم اللي كيكونوا ثقافه جلفاء، ثقافه وفكر اجلف. فعندنا الاسلام ديال الاسلام الاجلف العربي الاجلف اللي هو السعوديه، وعندنا الاسلام الفارسي، الاسلام الفارسي الشيعي، لانه فيه بزاف الحوايج، فيه فارسي، فيه شيعي، فيه اش كانوا كيتسموا دوك الاولين اول دوله ديال الشيعه اش كتسمى اللي كانت ضد تحارب ضد التركيين، ماشي اول دوله اللي كانت كتحارب ضد الاتراك، هربات لي السميه ديالها. المهم عندنا اسلام شيعي واسلام سني عربي واسلام غير عربي. هذا الاسلام الغير العربي كان زويون في شلا بلايص. نعطيك مثال، ماليزيا كتلقى فيها اسلام زويوان، المغرب، تونس، الجزائر، شي دول الاندلس، كاع دول اخرى كتلقى فيها واحد الاسلام اللي نصاهر مع البيئه ديالو. ولكن للاسف دابا عاود اجتاحنا هذا الاسلام السياسي اللي جا بمبدا الاحياء. ملي كيديروا الاحياء كيرجعوا الفكر الاسلامي الاجلف وكيبداو يجبدوا منه، لان الاقل اللي كيكون هاد العلماء ديال المغرب وعلماء ديال الاندلس وعلماء ديال هاد البلدان الاخرى بحال الفرس وبحال داك الشيء، دائما فكرهم كيكون مهمش ولا يعترف به العلماء. هاد الشيء كيأكد النقطه اللي قلتي انت، لان دائما كيديروك في الركنه. دائما انت هاد المسلمين التقليديين ديما كيحشروا الاخرين في الركنه، حتى ان درج ان عدنان ابراهيم دابا يهبط للسعوديه يجروا عليه بالحجر، ولا يهبط لشي دوله من دول تونس السودان، ولا يهبط لشي دوله مصر ولا كذا، يشيروا عليه بالحجر. علاش؟ لان ذاك الكلام اللي كيقول مقبول في اوروبا ولكن ما مقبولش وسط الاسلام العرب الاجلف. فاحنا للاسف كاين ثلاثه انواع ديال الاسلام. كاين اسلام داعش وهو تطور طبيعي الاسلام السعوديه، نسخه طبق الاصل هو اسلام داعش. وكاين اسلام الشيعه، وكاين واحد الاسلام اخر مضر هو اسلام المغرب، ندخلوا ليه عدنان ابراهيم، ندخلوا ليه بزاف الناس المفكرين الاحرار، ندخلوا ليه هذاك اسلام يقدر هو اللي ينتصر في المستقبل. اما اسلام ايران الفاشي، لانه اسلام ايران دائما كيكون فاشي، الاسلام الشيعي دائما فاشي. نعم. لانه كيعتمد على القبيله وكيعتمد على اننا ولاد محمد، فدائما كيكون فاشي. وعندنا الاسلام السعوديه دائما كيكون ارهابي. علاش دائما ارهابي؟ دائما كيعيشوا على الغنائم وكيعيشوا على قتل الاخرين وكراهيه الاخرين، لانهم كيستمدوا من ابن تيميه وابن حنبل ومن الدوله الامويه اصلا. والدوله الامويه كانت هذيك الساعه دوله سلطان. اما الشيعه قراب شويه للدوله العباسيه، ولكن كاين عندهم الشيعه عزيز الثقافه. علاش؟ لان الدوله العباسيه كانت ثاني دوله ثقافه وكانت اصلا جايه من هذيك النواحي. فلهذا عندنا ثلاثه نوع ديال الاديان دابا. شكون اللي غينتصر؟ هو اللي غيحدد مستقبل الاسلام بصفه عامه. قبل ما نهضروا على حتى هذه المساله مهمه، ربما نهضروا عليها من بعد، مساله ديال المستقبل ديال الاسلام ولا ديال كيفاش الاسلام واحد الوقت ربما يقدر يتعايش مع في العالم ولا ما يقدرش يتعايش، وشنو هي الحلول. واحد النقطه كنت نسيتها قبيله، وهي مش كنا تنتكلموا على الحدود، وهي ان
حتى الفهم ديال المغاربه ولا المسلمين البسطاء، لان اغلب المسلمين يجهلون دينهم. هذه واحد المشكله كبيره عندنا في العالم، انك تتعامل مع واحد الناس اللي هما بالاسم مسلمين، اللي العاطفه ديالهم اسلاميه قويه، اللي تقدر تهيجهم، تقدر تموبيليزيهم، تقدر تخرجهم، يقدروا يقتلوا الناس، يقدروا يحاربوا، ولكن ما تعرفوش الدين ديالهم. وتفكرت قبيله ما كنا تنهضروا على الحدود في مساله ديال الا بقيتي عاقل على ديك الحركه اللي كانت خرجت ديال زيرو غريساج، اللي خرجتها صفحه شارلي بالدارجه في الفيسبوك ديال زيرو غريساج. وكنت نشوف الصور ديال المسلمين اللي كانوا تيديروا يعني الصوره ديال زيرو غريساج وتيديروا ديك الموس واليد، يعني قطع اليد، قطع يد السارق. وكنت ديما تنستغرب تنقول كيفاش وصل الانسان لهذه القضيه هذه ديال ان اللي تيغريسي راه غادي تقطع عليه يديه. اللي تيغريسي ما تتقطعش ليه يديه في الاسلام، راه ماشي سرقه اللي تتقطع فيها اليد الغريساج. يعني لو كان الانسان تيعرف الاسلام ما غاديش يجبد اصلا قطع اليد، لان قطع اليد تيكون في السرقه اللي تتكون في الخفيه، ما تتكونش. اما الكريساج راه ماشي خفي. هشام وقيله هربات لك هذوك ما كيقصدوش على قطع اليد، انا ما عمرني شفتها، ولكن من طريقه فهم ديالي تفكير المسلمين غنقول لك اش كيقصدوا. هذوك كيقصدوا قصد قطع اليد والرجل من خلاف، هذوك كيقصدوا حد الحرابه، ولكن لانه ما يمكنش رسموا يد ورجل بجوج في تصويره واحده داروا على اليد. هذاك عشانتيو اليد عشانتيو هما باغيين يعني يطبق حد الحرابه، قطعوا الايدي والارجل من خلاف. نعم، هو كانوا تيتكلموا كذلك على حد السارق. يعني السارق هو اللي قال لي تيغريسي راه ماشي سارق. يعني ممكن تطبق حد الحرابه، قاطع الطريق انه تقطع عليك الطريق، هذا ممكن دير حد الحرابه، لكن هو قطع اليد. وهذه مساله عجيبه ومضحكه في الاسلام، ان مثلا الذي ينهب المال العام، اللي تيختلس الاموال العامه، الناس السياسيين ولا اي واحد ولا الحاكم، انه يختلس وينهب المال العام لا يقطع، تيتعزر. هذه مسألة خطيرة، يعني أن تسرق واحد هذه منين جاية السي هشام؟ الإسلام دائما الإسلام بحال السياسة باش شي سياسي فاشي ينجح في شي دولة. علاش كيفاش سياسي فاشي شي واحد اللي ما عندوش، ماشي في العصر الحديث، يعني ماشي شي سياسي اللي عنده، شي واحد اللي باغي يحكم في شي دوله خصو يخدم على العصبيه. هذه معروفه في التاريخ ان العصبيه مهمه في الدوله التقليديه ماشي الدوله الحديثه. فالعصبيه ضروري باش كدير عصبيه كتهجم على واحد الاقليه، كتشد واحد الاقليه وكتردهم اعداء. من الاقليات اللي تم الهجوم عليهم في الاسلام هو المراه كانت التاثير ديالها ضعيف، فالاسلام ماشي جا زاد طلع التاثير ديالها، لا، الاسلام جا وطيح التاثير ديالها بزاف. علاش؟ باش يدخل دوك الناس اللي دوك سميتهم الجنود ديال الاسلام، عطاهم سلطات كثيره على النساء ديالهم، وعطى وعد، كان كيوعد النساء الرجال بالجنه والحور العين، والمراه كيوعدها تعلق في جهنم من بزازلها لما تصنتاتش الراجل ديالها. يعني تخويف المراه واغراء الرجل. نعم، طاعة المرأة اللي بعليها راه تدخلها للجنة، راه اكزاكتلي. فهو كان هجوم منظم على المرأة وعلى الأقليات، وخصوصا الأقلية اليهودية. علاش محمد ما كيكرهش المسيحيين؟ علاش بحال اليهود؟ التفسير الأول أنه ممكن يكون أصل محمد كان مسيحي، يعني الدين ديالو تأثير مسيحي، عطاه ليه واحد مسيحي. صح. ورقة بن نوفل ولا بحيرة الراهب، ياك بحيرة الراهب. لكن كاين تفسير اخر، محمد كانت عنده يد مع الروم. محمد فاش في البديه ديالو ما بغاش يجبد الصداع مع الروم، ولذا كنلقاو في القران غلبت الروم في ان الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الروم مغلوبين في قرد خنا، ولاش يفرح المؤمنين بنصر الله؟ وعلاش غادي تفرح اصلا بواحد مشرك تيسب الله تعالى في التعبد ديالو، لان هذا سب. اكزاكتلي. نعم اكزاكتلي. فمحمد كان عنده مشكل مع طائفه مسيحيه اللي كيألهوا يسوع، ولكن ما كانش عنده مشكل مع المسيحيين بصفه عامه، لدرجه انه ما كاين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولكن هذا الشيء غادي يكون
جا من بعد محمد ما كانش عنده مشكل مع الروم، النهار اللي بغى يموت بغى يدير مشكل، وغادي يقدر يكون هذا هو السبب جهز الجيش ديال القتل ديالو. نعم جهز الجيش باش يخرج لان هذيك الساعه محمد حس بكتافه مزيان، حس براسو مزيان، ولا بغى يهاجم الروم. ملي بغى يهاجم بالروم قتلوه صحابه. علاش؟ لان الروم كانوا متغلغلين وسط المسلمين، كيف ان الاصاله كيف ان الاقصار متغلغل في الاصاله والمعاصره تقريبا. الروم كانوا متغلغلين واحد التغلغل كبير وسط المسلمين، وكانت علاقات. فمحمد ما هاجمش الروم في البدايات ديالو، هاجم المرأة وهاجم اليهود لأنهم كانوا أقلية قليلة بزاف. فالإسلام يقوم على مبدأ الاضطهاد، خاصنا نشدوا شي وحدين ونضطهدوهم باش نحسوا حنا بالجماعة. وهذا الشيء ما كاينش غير في الإسلام، هذا الشيء كاين في بزاف السياسات. ماشي الإسلام هو الوحيد اللي دارها طبعا، ولكن راه كاينه في الإسلام أيضا. هو حتى الاسلام على حسب الظروف، يعني حتى الى تكلمنا قبيله ممكن بعجاله على مساله الاسلام المكي والاسلام المدني، يعني على حسب الظروف عاوتاني تتغير الامور. في العهد المكي ما كانش شي مشكل كبير مع اليهود يعني، ولكن في العهد المدني من تقوت الدوله ولاو اليهود تيبانوا كمورد مالي مهم ممكن الواحد يسيطر عليه، فتوجه ذاك العصبيه، نقولوا العصبيه الاسلاميه توجهت ضد اليهود، وتم التطهير ديال يهود المدينه. اخ سعيد، الحوار معك شيق جدا. تنشوف ان كاين تفاعل كبير في اليوتيوب وكذلك في البالتوك. فعندي واحد الفكره، اذا مازال عندك شويه الوقت صديقي. انا عندي الوقت هاني، انا معاك. جميل، رائع. وهي شنو نديروا صديقي، هو اننا نفتحوا الباب للناس اذا بغاو يسولوا اسئله، غير طلب. يعني اذا كان السؤال الاخ سعيد كتبوا بان راه هذا السؤال الاخ سعيد، اذا كان السؤال لي انا كتبوا السؤال الاخ هشام، بلا ما دير اخ، قول غير سؤال لهشام سؤال سعيد، وديك الساعه حنا غادي نجاوبوا ديك الساعه. فاللي بغى يسول شي سؤال هذه، وانا متبع معايا اليوتيوب صديقي سعيد، ولا انا نقول لك ما كاين حتى شي مشكل؟ لا انا متبع معك اليوتيوب، انا كنشوف اليوتيوب. اوكي، راني درت الصوره ديال الفيديو، درت البالتوك بجوج. عندي واحد السؤال لك السي هشام. نعم صديقي. واش انت بصح امام في شي جامع؟ نو 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 نو، انا كنت نشارك في يعني كان عمل تطوعي، ما كانش مهنه. ستعرف الجمعيات الاسلاميه في الغرب، انا كنت تنعيش في المانيا. في المانيا كنت تكون الجمعيه الاسلاميه اللي عندها مسجد، وغالب المساجد ما تيكونوش مساجد مرخص لها، تتكون تدير جمعيه مثلا ديال الطلبه المسلمين وتتكون هي جامع. فمعروف هذا الامر هذا. فكان العمل تطوعي، ما تيكونش عندنا امام رسمي مثلا مصيفطينه من السعوديه ولا جاي من المغرب ولا شي واحد يعني المهنه ديالو. فكنا تنديروا عمل تطوعي، تنديروا تناوب في ماشي النويبه تنديروا تناوب تنديروا تناوب على الخطبه ديال الجمعه، على يعني انك تدير تأم الناس في الصلاه. وكنت انا مشارك في هذا العمل التطوعي، فكنت نخطب الجمعه كذلك من يكون الدور ديالي، كنت نأم الناس فقط. اما ما كانتش مهنه ديالي، انا كنت طالب في المانيا وخدمت يعني خدمه. عرفت انا ما قال لي حتى واحد عاد قلت راه تصلح معك امام زعما تجي معك حاجه. نعم كان عندي انشطه، نعم كنت ندير كذلك. كنت كدير الامامه يا شتي، عرفتها تجي معك، انا عرفتها تصلح معك زعما. اي نعم اي نعم. انت تاثرتي بالعدليين بزاف في المغرب، ولا تاثرت بالجهاديين في الالمان؟ الجهاديين تصنت لداك الشيء اللي دوزتي في الالمان. دوزت. اوكي نشوفوا الاسئله. تفضل. داك الشيء بغيت نشوف الاسئله. نعم. التاريخ، كيفاش التاريخ اثر في التفكير ديالي؟ انا ملي دخلت نقرا التاريخ تلاقيت مع واحد الصديق وقال لي التاريخ غادي يغيرك. قلت له لا ما غيغيرني والو التاريخ، حيت اصلا كنت كنبحث. انا عزيز عليا العلوم، انا عندي البكالوريا اصلا في الجيني شيمي، ولكن واخا اخترت ندير الدراسات الاسلاميه من بعد، يعني من الهندسه الكيميائيه للدراسات الاسلاميه، ولكن بقى عزيز عليا العلوم وقادر على البحث في العلوم. زعما كتفهم لي الامور بالزربه، باستثناء العلوم الطبيعيه صعيبه شويه، داكشي ديال الجينات وداكشي ديال داك صعيب عليه شويه، خصوصا الجينات ما بغاتش تفهم ليا. فالمهم بقاو عزيزين عليا العلوم، ولكن التاريخ من عاودت قريت فيه مناهج البحث. كنت قريت مناهج البحث في الجديده، وكنت قريتها في فاس، وعاود قريتها للمره الثالثه على طريق على يد استاذه جديده، وعاودت دورت. يعني ملي كتقرا شي حاجه 3 المرات راه مناهج البحوث، مناهج البحث العلمي، وعاود
قريت اوليات التاريخ. يعني السنه الاولى قرينا فيها مناهج البحث في التاريخ وعلم الاثار، وكان عندنا واحد الاستاذ صعيب ديال علم الاثار. هذاك الاستاذ قرانا علم الاثار على حقه وطريقه، ومنه تعلمت ان الاثار هي اللي كتثبت الحقائق اللي كنقولوا عليها التاريخ. ما يمكنش نجيو نهضروا على التاريخ بلا دون علم الاثار. كاينه المصادر التاريخيه، ولكن علم الاثار وهي الادله التاريخيه. لانه انا كنت كنامن ان اهم اعجاز خاصو يكون في القران هو الاعجاز التاريخي، خاصو يكون قبل الاعجاز العلمي وخاصو يكون قبل الاعجاز الادبي، لان القران عامل قصص. فاذا كان القران عامل قصص فاول حاجه خاصك تلقاها فيه هي ان ديك القصص خاصها تكون صحيحه، وهذا ما يسمى بالاعجاز التاريخي. وانا كنت اشتغلت في هذا المجال، انا كنت بغيت نختار شي حاجه سميتها الاعجاز التاريخي ونجبدها بالادله باش نبرهن على ان القران صحيح. للاسف هذيك البحوث اللي درتها واحد مده عامين ولا 3 سنين خرجات سلبيه، واكدت لي ان القران كان عا كيزفط فيما يتعلق بالقصص، ما كاين حتى حاجه صحيحه، وكان غير كيلقط وكيقول. فلهذا وكان عندي قريت التاريخ المصري. فاش قريت التاريخ المصري اخي سعيد، تنظن راه كاين يمكن شي مشكل، الناس تقول لك راه كل شيء حبس. ما عرفتش بلاتي نعاود ندير شي ريستارت نشوف واش على الستريم كنشوفوا الى يبان دابا. ما عرفتش علاش تيحبس. ما كاين حتى شي حاجه ما تن جود ناو. جود ناو. شي واحد قال براها مازيغ قال راه جود ناو، باقيين كيقولوا خاين نو في ما بانش ليا شي واحد تيكتب جود ناو في اليوتيوب. كتبها واحد قبيله. دابا تيقولوا مزيان. واش كاين الصوره دابا الاخوان في اليوتيوب؟ هو البالتوك راه متبعين معنا لان البالتوك بوحدو، ولكن في اليوتيوب رجع. اوكي، اذا اليوتيوب راه يمكن رجع على حسب ما تيقولوا. فباش نلخص هذه القضيه، التاريخ اثر ليا ملي قريت التاريخ، عاود اثر ليا في مناهج البحث العلمي، لان المسلمين راه ما عندهم لا مناهج لا والو، راه كيخرقوا يلبقوا كوروا عطينا العوار، راه ما كاين لا مناهج في الكتب لا حتى حاجه. وكاين عندك التاريخ المصري. التاريخ المصري هو اللي خرجوا منه الديانات الاخرين، وخصوصا ملي لقيت موسى حياتي ترونت، لان موسى كاين واضح ولكن كيتجاهلوه عن قصد العلماء ديال اليهود الان، المؤرخين اليهود، لان خصوصا الخلفيه اليهوديه مسيطره في الجامعات الامريكيه والجامعات الاوروبيه، لانهم كانوا تعرضوا لهذاك الشيء ديال، يعني دابا كاين معاداه الساميه تقريبا في العالم كله. فهذه القضيه ديال موسى كان واضح جدا في التاريخ، واضح جدا، ولكن كيحاولوا يتجاهلوه. وملي لقيت موسى بديت كنقلب على الامور الاخرى في العهد القديم، يعني المسائل اللي كتعلق بتاريخ اليهود، ومن وراها دزت المسيح، وعرفت باللي راه ملي عرفت الحقائق ديال موسى والحقائق ديال المسيح من مصادر تاريخيه موثوقه مؤكده، عرفت القران كيخربق. ولكن ما كنتش متاكد، خصني نزيد نبحث. انا ماشي جبرت دليل واحد وعرفت ان الاسلام خاطئ، انا الاف الادله وكنت كنستوكي فيها. كتلقى الدليل ديرو في الستوك، دليل اخر ديرو في الستوك، كتاكد منه كتعرفو مزيان كديرو في الستوك. ايوا صافي، ولاو عندي عرام ديال الادله، ولا بقيت مكلخ زعما صافي غنبقى مسلم. على كنت زعما مقلخ ولا عندي شي مصلحه ماديه غنبقى مسلم. الادله كلها قادتني للعكس. ما غاديش نكون بوليسي محقق فاشل. درت التحقيق ديالي، وصلت للنتيجه خاصني نشاطرها مع الناس. انا قاعد نبحث وقاعد نحقق، لان عندي علوم كثيره ماشي انا عالم فيها، ولكن عندي فهم في علوم كثيره وقدرت نوصل للحقيقه بنفسي لانني باحث. ولكن ماشي كاع الناس قادين يبحثوا هذا الشيء. لهذا خاصني نتشاطر. علاش؟ لان ناس اخرين ما يكونوش صادقين، ما يكونوش متاكدين 100% ان داك الشيء اللي وصلوا ليه صح. انا ما عارفش الله واش كاين ولا ما كاينش، ما نقدرش نقول لك واش اله كاين ولا ما كاينش، ولكن عارف ان الله اله نصاب اختاروا سيدنا محمد. الله اله نصاب اختاروا سيدنا محمد، اله اللي داعا وش الحوايج حتى حاجه ما كيديرها في القران. القران ديما يصفط لنا الله دار لكم، الله دار لكم، الله دار لكم. الله ما دار حتى زمره من داك الشيء اللي كان كيقول القران، حتى حاجه ما دارها الله. هو خصنا نفرقوا، لان هاد المساله ديما تتعاود. هي خصنا نفرقوا بين مساله وجود سبب للكون، سميه كما بغيتي،
سميه الله، عيشه قنديشه، تقبه كحله، كما بغيتي تسميه سميه، سبب للكون، شي سبب للكون. وجود هذا السبب للكون من عدمه ما عنده حتى شي تاثير في حياتنا حنايا، امنتي ولا ما امنتيش، ما كاين حتى شي فرق. اللي الفرق فين تيكون هو من تتامن بان راه كاين واحد السبب للكون اللي دخل معنا في علاقه، هذا اللي تيتسمى الاله الشخصي، داك ديو بيرسونيل اللي تيدخل معك في علاقه وتيعاقبك وتيجازيك وموجد لك الجنه والنار وحاضيك كاميرا خفيه في السماء. هذا هو اللي عندنا احنا معاه مشكل، لان هذا السيد هذا جايب لنا تشريعات، هذه التشريعات اللي هي لا انسانيه لا اخلاقيه، فيها مجموعه من الاشياء الهمجيه اللي فيها خطر على الانسانيه. هذا هو المشكل. اما ان الايمان والالحاد راه ماشي مشكل. يعني لو ان اي ملحد ولا ربوبي ما غادي يتغير حتى شي حاجه. بحال دابا انا ملحد، الا قنعني شي واحد وليت ربوبي، شنو غادي يتغير في حياتي؟ والو. دابا هو ممكن تسميوه اله الربوبيين، راه ماشي هو اله المسلمين. اله الربوبيين ممكن يكون شي قوه غامضه، اله مهندس، شي واحد خلق هذا الكون، شي واحد هندس هذا الكون. اما اله المسلمين اللي هو الله راه اله حرفي طيان كيصايب ادم من طين، اله زعما عنده كرسي، يعني مريح على عنده شي حاجه مريح عليها بلا ما نقول الكلمه الخايبه. يعني اله اللي كينحاز قبيله على قبيله اخرى، كيختار قريش وكيختار اليهود. اله عنده سميه وكيبدل في سميته. فاذا هذا الله هو اله ناقص ولا يطابق اله الربوبيين. حتى من يقولوا ان اينشتاين امن ولا شي واحد امن من العلماء ديال الفيزياء ولا داك الشيء، انه امن ولا كان منفتح على نظريه الايمان، فهو لا يؤمن باله المسلمين. اله المسلمين اله ناقص واله صنيعه البشر. ممكن تعرفوا صنيعه البشر من اللي تحلل الخصائص والصفات ديالو. وي سي وي كنت غير تنحاول نرجع الصوره، الساعه ما بغاش ترجع. خليها ماشي مشكل، خلي البال ماشي مشكل. وي في واحد الاخ سول على الكتب اللي قبل ما نهضر على الكتب غير مساله ديال التاريخ. حتى انا النقطه اللي اثرت فيا بزاف اللي كانت هي نقطه تحول شويه في المسار ديال الشك ديالي كانت التاريخ، ولكن ماشي التاريخ الاسلامي، كان التاريخ المسيحي. بسبب انني قريت المسيحيه، مشيت لالمانيا قريت المسيحيه، حتى هي كانت يعني غير بارازار وقعات، يعني ما كانتش مبرمجه. فملي بديت نقرا التاريخ المسيحي بداو تيبانوا لي شي اشياء، تنقول التاريخ المسيحي ما عنده حتى شي علاقه بداكشي اللي تيقول لنا القران. شي تيقول لنا الاسلام مختلف تماما. يعني هذا السيد هذا اللي كتب القران ما تعرف والو في المسيحيات، ما تعرف والو في التاريخ المسيحي. فبدا تيبان لي بان كاين اختلاف ما بين داكشي اللي كاين في التاريخ كما تيتقرا اكاديميا وداكشي اللي تعلمناه حنا ايمانيا في الاسلام. فهذا كانت واحد النقطه ديال الشك، كان بدات واحد الرحله ديال الشك. بالنسبه للكتب ربما هذا السؤال نجاوبوا عليه حنا بجوج. يعني شنو هي 3 ديال الكتب اللي تنصح بها اي واحد انه يقراها، بلا ما نقولوا القران راه ضروري تقراه. القران اساسي. وي تفضل اخي سعيد. انا غنصحهم بواحد كتاب يلا خصنا نالفوه واحد الكتاب، لانه دابا ما كاينش. خصنا نالفوا واحد الكتاب سميتو ماذا يعني الاسلام، ولا مثلا الاسلام بخلاصه او تلخيص او شي حاجه. المهم الاسلام ولكن بنظريه علميه، ماشي بنظريه ديال المسلمين. انا ممكن نوصي على الكتوبه القدام ولا شنو هو، ولكن داك الشيء بالنسبه لي انا من كنفضل كل واحد يقرا شي حاجه. انا اصلا ما كنقراش كتب الفلاسفه، وبعض المرات كنقول شي حاجه وكيقولوا لي الناس وهذه راه قالها نيتشه ولا هذه راه قالها فرويد. ولا حنا ماشي بالضروره نبقاو نقراو، راه كاين اللي قرا 1000 كتاب ودماغهم مسدود. انا ما كننصحش زعما بالتركيز على القراءه، انا كنبغي الناس يتاملوا. ريح افتح دماغك وتامل. اما الكتب اللي بغيتي تقرا عطا الله، راه كل يسولوا اصدقاء اخرين اللي كانت عندهم كتب ممتعه. انا ما نقدرش نعطي شي كتاب زعما معين انه بالنسبه لي احسن من كتاب اخر. انا كتبه كلهم فيهم الزوين وفيهم الخايب، فما نقدرش نفضل شي كتاب معين. هي مساله عاوتاني الكتب سا ديبون على عاوتاني الاهتمام ديال الانسان. فواحد الانسان تيهتم بكتب فلسفيه
فغادي تعطيه كتب مثلا قصص ولا كتب ديال الفيزيك ولا شي حاجه تقدر ما تهموش، يعني هي مساله على حسب عاوتاني الاهتمام ديال الانسان. فانا واحد الكتاب اللي ربما احسن كتاب قريت ما يخص تبسيط العلوم، تنظن بان العلوم واحد المساله يهتموا بها اغلب الناس، تبسيط العلوم، هو الكتاب ديال ريتشارد دوكنز، ماشي الجود ديلوجن، ماشي وهم الاله، ولكن الكتاب ديال ذا ماجيك اوف رياليتي. ماجيك اوف رياليتي من اجمل الكتب، والجميل فيها انك تقدر تقراه وتهديه لواحد الشاب، يعني هو كان صوبه خصيصا للشباب، فممكن تعطيه لواحد الانسان شاب يقراه. وكاين كذلك كتاب ديال بريف هيستوري تو everything، تا هو زوين. كاين الكتاب ديال سابينس اللي تندير منه السلسله ديال تاريخ البشر، تا هو جيد جدا. فكاين كثير من الكتب صراحه، يعني على حسب الاهتمام ديال الانسان، واش هو اهتمام علمي، واش هو اهتمام بالاديان اكثر. فيقدر انا يعجبني كتاب مثلا، واحد الكتاب تنطالع فيه دابا على الهرطقات المسيحيه، ولكن هذا الموضوع يقدر يجي حامض لشي واحد، يعني علاش انا غنقرا على الهرطقات المسيحيه في القرن الاول الميلادي، ولكن يقدر يكون مزيان لواحد اللي مهتم بهذه الاشياء. دابا لي حس السي هشام ولاو عندنا الكتوبه موجودين في الانترنت، المقالات. انا كنفضل كنقرا غالبا كنقرا المقالات البحثيه الجديده. فدابا المعلومات ما بقاش عندنا مشكل اننا نقرا ولا نشوفوا. انا هذا الشيء ما كنديروش ردا عليك، هذاك الشيء اللي قلتي كله زويون. كنقول هذا الشيء غير بصفه عامه. دابا حنا خصنا نتعلموا نخدموا الدماغ ديالنا لتحليل المعطيات كما كانت. راه دابا بعض المرات كتقرا كتاب وكتلقاه اثر فيك بلا ما تشعر. علاش؟ لانك ما عندكش منطق للتحليل. بحال مثلا شي واحد اللي كيقول لي، بحال نعطيك مثال كيفاش ما عندك لا تحليل لا والو. كيجي واحد مجلج كيقول لك اذا لم يكن الله موجودا فمن رفع السماء. شحال من خطا دارنا؟ دار 3 الاخطاء. جمله واحده دار 3 الاخطاء ما فهمهاش. اولا ما كايناش السماء، ثانيا ما كايناش السماوات، هو كيقول لك من رفع السماوات. اولا ما كاينه لا سماء وحده ولا 7 سماوات، يعني القران مخطئ. الحاجه الثانيه ما مرفوعاش، يعني ما كايناش، يعني ما مرفوعاش. والحاجه الثالثه واخا تكون مرفوعه ماشي ضروري يكون رفعها شي واحد. شتي المشكل فين كاين؟ هو هي كلها تخربيقه يعني. لا تخربيقه، ولكن بنادم مسكين حيت ما كيخدمش الدماغ ديالو وكيقرا كاع النهار ويقرا في كتب الفقهاء وداك الشيء، كيكون يعني ما عندوش العقل، عنده ما خدامش. حنا دابا المشكله عندنا ماشي مشكله معلومات، المشكله عندنا الفكر النقدي، اننا غير قادرين على تحليل المعلومات البسيطه جدا جدا. العقول ديالنا غير قادره على تحليلها، حيت عامره خبيزه وشندقوله. احنا اصلا ما تربيناش هاد ربما هاد التفكير النقدي اللي تدير انت دابا، ولا اللي تندير انا، ولا اللي تيديروا الناس اللي تيحاولوا يفكروا بعقلانيه، راه هو واحد الاجتهاد شخصي. لان احنا في المدارس ديالنا راه ما علموناش التفكير النقدي. شكون اللي هنا قرا التفكير النقدي؟ شكون اللي تعلم التفكير النقدي في المدارس المغربيه؟ شكون اللي تعلم التفكير النقدي في الاسره ديالو؟ حتى واحد. يعني تيعطيوك واحد الحاجه خاصك تحفظها، خاصك تراجعها وتجي دوز الامتحان. اما التفكير النقدي تبدا تفكر وتبدا تحلل وتبدا تقبل غير الدليل وتشكك، يكون عندك شويه عندك واحد سكيبتيسيزم وداك الشيء ما كانش. يعني هي مسائل اجتهاديه ديالنا حنا، ولينا تنجتهدوا باش اننا نفكروا بهذه الطريقه هذه العقلانيه. كاين اللي كيهرب من الاسلام، كاين اللي كيهرب من الاسلام كيمشي يقرا مثلا الكتب ديال الماركسيه، ياك؟ بالنسبه لي انا الماركسيه ديمودات ما صالحاش دابا، ولكن لما تصلح. شكون اللي يصلح يقرا على الماركسيه؟ شي واحد اللي يقدر يحلل وينتج لنا شي حاجه جديده. اما اللي ما عندوش عقليه نقديه، غالبيه المغاربه كيمشي وكيولي متاثر بالماركسيه وباغي يطبقها في هذا الزمان، وهي ما صالحاش في هذا الزمان. ولا كيمشي مثلا، كاين اللي كيقرا مثلا، كيمشي كيقرا شي تحليل مثلا، كيمشي يقرا الفريد حول الاديان مثلا. كاين واحد الكتاب مشهور كيهضر على موسى وكيهضر وكيجي وكيبدا يردد ديك النظريات. كاين اللي كيقرا للاسف ما كاينش مكتوبه دابا، ما كاينش موسوعات اللي كتهتم بالعالم الاسلامي، المجتمع والعربيه وديك النواحي. ما كاينش دراسات وكتب اللي تصلح تكون كبدايه الانسان ينطلق وتفتح له العقل ديالو، لان خاصك تنطلق من شي حوايج اللي كاينه في ذاك الوسط. انا ما يمكنش انت تحلل الاسلاميين والمسلمين والمجتمعات الاسلاميه تحللها مثلا بالكتابات ديال مفكري عصر النهضه الاوروبيه. غريب داكشي متباعد جدا. وي هي باش رجعوني للمساله ديال ما عرفتش واش الصوت عاوتاني مشى، واش رجع الاخوان الصوت؟ ان كان بان لي تقطع وعاود ترجعته.
اذا راه يكون رجع دابا. اوكي، غير باش نتكلموا على واحد المساله ما عرفتش اش واقع اليوم، واقيلا شي دعوات ديال شي مسلم. واحد على مساله كتاب ما كاينش وخصو يكون. فكرتيني بواحد القضيه انا كنت نفكر فيها شحال هذه، هو انني نكتب كتاب، واخا انا لست من اهل الاختصاص، ولكن كنت نفكر في واحد الكتاب يكون كنت باغي نسميه محمد التاريخي. محمد التاريخي، ماشي محمد النبي، ماشي من بمقاربه دينيه، ماشي بمقاربه تا نقديه مثلا ضد الدين الاسلامي، ولكن مقاربه تاريخيه اكاديميه، انك تقلب على الاشياء اللي فعلا او الاحتمال كبير انها فعلا دارت، والاشياء اللي الاحتمال كبير انها ما كانتش، انها غير حاجه تبالغ فيها، تقالت، دارت. فهذه المسائل كاينه في اديان اخرى، مثلا تقدر تلقى كتب اللي تتكلم على تاريخيه المسيح او المسيح التاريخي، فتيحيدوا منه ديك الشوائب الايمانيه وداك المبالغات وداك الشيء. غير المعجزات، صح، المعجزات غير حقيقيه مع المعجزات. التاريخ لا يعترف بالمعجزات، هذه معروفه، يعني التاريخ لا يعترف بالمعجزات. ولكن نقدروا نحلوا ماشي غير قضيه التاريخ انه ما يعترفش بها لانه عنده مشكل معها، لا، نقدروا نرجعوا لاي معجزه ونحلوها ونعرفوها بانها كاين عندها اصل، عندها قصه حقيقيه، والناس بقاو كيزيدوا فيها فيخرات كل مره يحكيوها. ويل صح. انا اللي بغيت نقول هو ان مثلا واحد المؤرخ ما غاديش يجي عندك ويقول لك في سنه 70 القرن الاول الميلادي وقعت هذه المعجزه. هذا راه ماشي حدث تاريخي. يقدر يقول لك بان الناس امنوا بشيء ما ولا يؤمنون بشيء ما، هذه وي، ولكن ما المعجزات ماشي احداث تاريخيه، يعني تاريخيا ما عندها حتى شي قاعده. ولكن غادي يكون افضل الا كشفنا القصه الحقيقيه بحال وي بنات عليها المعجزه. صح، ممكن، نعم. يعني بعض المرات كنلقاو، بعض المرات ماشي كل شيء المعجزات اللي تم الادعاء ديالها، مثلا تفسير معجزه المسيح انه قام بقيامه. دابا اي مسيحي كيامن بقيامه المسيح طبعا، ولكن ملي كنرجعوا للمصادر التاريخيه اش كنلقاو انه كان كيروج لهذه القضيه المسيح قبل لا يموت. ملي مات الاتباع ديالو اللي كانوا ما بين 5 و 12 بغاو يحقوها، بغاو يخدعوا الناس، فمشاو شافوا القبر ديالو وتفاهموا باش في الليل يجيو يحيدوه من القبر ديالو ويديوه لشي بلاصه اخرى ويقولوا للناس راه قام من القبر ديالو. اش وقع؟ واحد اليهودي كان كيتصنت ليهم، يهودي ساكن حدا المقبره، ملي سمعهم باغيين يحولوه من القبر ديالو جا هو حولو قبل منهم ودفنوه في قبر اخر باش ما يحولوهش. ملي جاو هما كيقلبوا عليه لقاوه اصلا ما كاينش في القبر ديالو. من شده تف هذه شويه صعيبه لان هذه استنتاجات، يعني هذه لا هذه في المصادر التاريخيه. هاد الهلوسات اللي هذوك الناس لانهم كانوا مخدوعين بالمسيح لانه كان كيدير شي حوايج بحال السحر، صدقوا هما اصلا مخدوعين. وهذا الشيء اللي قلت لك كامل لقيته من مصادر تاريخيه مختلفه. ولكن هذه المصادر التاريخيه هي يعني حديثه بالمقارنه مع داك الشيء اللي تقال في القرن الاول الميلادي والثاني. هذه من هذه كلها اللي قلت لك من القرن الاول. هذه المساله من القرن الاول الميلادي. من القرن الاول هذه الحوايج اللي قلت لك. اي مرجع؟ بزاف المراجع راني بحثت فيه واحد السيمانه وانا نبحث في القضيه ديال المسيح هذه الايام. وكون غير تصيفط لي المراجع لان ما لا اعلم اي القصه ديالو كامله ونصيفطها لك، حيت ما تنعرف انا حتى شي مرجع يعني من القرن الاول الميلادي تيتكلم على هذه المسائل. بزاف، كاين اكثر من 10 المصادر في القرن الاول الميلادي اللي كيهضروا على المسيح. يعني واش من القرن الاول الميلادي يعني يعني تكتبوا في القرن الاول الميلادي ولا من 1 حتى 100 من 1 حتى 100. اوكي، يعني ما كرهتش صديقي سعيد. انا هذه المساله ستكون مفاجاه كبيره بالنسبه لي. انا غنعاود نجمعهم ونصيفطهم. اوكي صديقي. طيب اذا نشوفوا الاسئله ديال الاخوان، نشوف حتى البالتوك كذلك الاخوان البال راه تنشوف. كاين واحد السؤال مهم كيسولوه لينا، كيقول لك الشعور اللي كتشعر به، مزيان تشرح لهم السي هشام الشعور اللي كتشعر به ملي ما بقيتيش مسلم. واش كتحس بالراحه ولا كتحس براسك ضايع وباغي تنتحر؟ او نو ما كاينش. هو الجواب من شقين، غنديروا بحال الفقهاء نبداو الابواب والنقاط والخلافات. فكاين طبعا انت واحد الانسان اللي تشبعتي، اللي وقع لك واحد التلقين الديني في الطفوله ديالك، فصعيب انك تخلص من هذه المسلمات الايمانيه. راه دخلت لك الدماغ ديالك من كان الدماغ ديالك مازال تيتكون، مازال ما اكتملش، فصعيب انك تخلص منها. لذلك اغلب الناس اللي تولدوا في واحد الاسره مسلمه غادي يموتوا على الاسلام، الاغلبيه الساحقه.
كذلك في الاديان الاخرى نفس الشيء. الصعب انك تخلص من هذه المسلمات الايمانيه، واخا كاع تكون مسلم كيوت، تكون مسلم متحرر بين قوسين، مسلم مودرن، مسلم معتدل بين قوسين، غادي تبقى دائما عندك ذاك الفاكتور ديال الخوف بان راه كاين جهنم، كاين عذاب القبر، وغير دير دابا يهدينا ربي والايمان في القلب وربي كبير، تتبقى لان عندك هذا المشكل، هذا الفاكتور ديال الخوف كاين دائما. فمن تخرج من الاسلام اكيد بان الخروج ديالك من الاسلام راه خروج من واحد الانتماء، بغيتي ولا كرهتي، راه كان عندك واحد الانتماء وخرجتي من هذا الانتماء، والخروج من الانتماء تاثر، فتتحس بواحد شويه واحد الوحده، ممكن تحس بواحد شويه ديال الحزن، واحد شويه ديال النوستالجيا، واحد هي ماشي بالضروره تلفه ولا حيره ولا شي حاجه، لان المسلسل ديال الشك ما تيكونش بين عشيه وضحاها، ماشي تتنوض في الصباح مع 7:04 ديال الصباح تتقول اليوم صافي انا ما بقيتش مسلم. هذيك تكون واحد التدرج، داك التدرج تيساعدك بانك تخرج من الدين بسلاسه. المساله الاخرى اللي يعني ما نهضروش على الحوايج الخايبه، نهضروا على الحوايج الزوينه كذلك، هو انني تنعتبر ان الخروج من الاسلام هو الولاده من جديد حقيقه. هو ذاك الولاده من جديد في المسيحيه هذيك غير فوتوكوبي. الولاده من جديد الحقيقيه هي الولاده من جديد في العقل، انك تخرج من الخرافه وتدخل تتولد في العقل وفي العقلانيه وفي المنطق، وتتعتمد على الدليل، وتتولي يعني بدون دليل ما عندك، ليست هناك اي حاجه للايمان بالاشياء، تتولي تسبق الدليل دائما، تتولي تشكك في المعلومات اللي تتوصلك، تتاكد من الصحه ديالها تتبعها، ولا تغيرت هذه المعلومات ولا لقيتي معلومات اللي هي صح منها تتبع الحاجه اللي صحيحه، ماشي تتبقى لاصق في الخرافه حيت الخرافه هي اللي كبرتي عليها. فهذه هي الولاده من جديد، هو واحد الاحساس رائع. انا تنظن بان ديك المرحله ديال الترانزيسيون من يلا تيخرج الواحد من يعني من صافي تيتاكد بان راه ما بقاش مسلم مثلا، ما تيبقاش يصوم، فربما هذيك المرحله ديال الترانزيسيون تتكون شويه صعيبه، تيكون فيها بعض المعاناه، لان راه الانتماء ديالك كله تتخرج منه، ولكن من بعد تتولي الامور احسن. انا ضربت يعني سنوات في الكفر، فتنحس براسي مزيان. تفضل اخي سعيد. بالنسبه لي انا فوق مزيان، انا كنحس براسي فوق مزيان، ولكن علاش؟ انا بحال داك النسر اللي كيقولوا كيوصل 40 عام وكيمشي كيهرس عاود دوك المخالي ديالو والقمقوم ديالو المقار ديالو كينوضوا من جديد، ولا بحال اللفعه اللي كتبدل الانسلاخ، الحنش ولا اللفعه كيبدلوا الجلد ديالهم، واش الحيوانات كيبدلوا الجلد ديالهم وكيبداو شباب من جديد. انا بدلت الجلده ديال العقل ديالي وبديت من جديد، وكنشوف عيش واحد سعاده كبيره، وعندي اهداف كبيره، فلهذا انا سعيد ربما لانني استطعت نحقق اهدافي. من الاهداف ديالي انني يكون عندي تاثير، ناثر بزاف في الشباب ونخرجهم من الضلاله الى الفكر الحر، والى ان انا الايمان ديالي ان الناس يوليو انسان راقي، يعني واحد الانسان اللي كنقولوا لي انسان الفائق في الكتابات ديال هكذا تكلم مزراتش. انا بغيت الناس يرتقيوا، ما نبقوش حيوانات، لان اغلبيه الناس دابا كيعيشوا كحيوانات. عندي اهداف، انا عندي اهداف كثيره، ومن هذه الاهداف اللي عندي هدف العيش لمئات السنين. انا باغي نعيش مئات السنين في الدنيا، وهذا طبعا ممكن مع العلم، من هنا ل 30 عام ولا 40 عام ولا 100 عام غيوليو الناس يقدروا يعيشوا 100 عام، نقدر انا يعيشوا مئات السنين، ولا عاشوا مئات السنين غيقدروا يوصلوا لمرحله الخلود في الدنيا. فبالنسبه لي انا عندي اهداف، الهدف ديالي هو الخلود في الدنيا، ولكن الا ما حققتش هذا الهدف ما يوقع والو، عادي غنحقق اهداف اخرى وانا فرحان بالحياه ديالي. الناس مساكن، الناس اللي كينتحروا، انا فعلا ممكن الملحدين الاخرين ينتحروا، علاش؟ لانهم ما كيعرفوش يسيطروا على النفسيه الجديده ديالهم، كتخلي الحيوانيه ديالك تسيطر عليك، لان نحن حيوانات بطبعنا، والحيوان يتألم، والحيوان يفرح، والحيوان يحزن لفقدان الاخرين. فإلا تعاملتي مع نفسك كحيوان عادي غادي تنتحر، ولكن إذا تعاملتي مع نفسك كإنسان راقي وفصلتي بينك وبين الوسط اللي انت عايش فيه، كتولي عايش كالملاك في الحياه، ما مسوقش البشر بحال الناموس. شي واحد قال لي اني ترد على شي واحد كان هضر عليا سميتو، ما عرفتش شنو سميتو، ما نقولش سميتو كاع، انا ماشي اي واحد جا قال عليا شي كلمه خايبه غنوض نرد عليه ونعطيه قيمه. شتي هذول كيقولوا عليا شي كلام خايب بحال الناموس، عمرني ما نتسوقهم وعمرني ما نرد عليهم. بحال شنيوله، واش كتسوق انت شنيوله؟ كاع ما كتسوقها، ولا زعما جات دابا مليون شنيوله
وبداو كيزنزنوا لي عاد الشارجه غادي نوض نتقلق، ويزنزنوا تاعي وراني داير الشبكه ما يدخلوش عندي. شنو ولا زنزنوا مع راسكم، ما عرضتش عليكم. هو ايا باش نضيف على هادشي اللي قال الاخ سعيد، هو ايا كان الهدف ديالك في الحياه، فهو اكيد احسن من هدف انك من تموت غادي تمشي تنكح الحور العين. اي هدف كان عندك في الحياه هو احسن من هذا الهدف انك من بعد القبر راه كاين البنان والعصير والحور العين والخلود تما ديال فض البكرات. فتتولي انساني، وبطبعك تتولي انساني من تتحرر من الخرافات. لان المشكل ديال الاديان هو كلها مبازيه على مساله نحن ضد الاخر. كاع الاديان حتى لي سيكت كل شيء تتكون ديما نحن ضد الاخر، فتتجردك شويه من الانسانيه ديالك، تتولي تتنقص الانسانيه على الاخر باش تقدر تحاربه. تقدر كاين واحد المصطلح ممكن نقولوا على الاديان، هو انك تجعلك ضيق الافق. كتولي تفكر محدود بزاف. ملي كيكون عندك الدين كتفكر محدود بزاف. ولهذا المسلمين خصوصا، ولا حتى المسيحيين ملي كانوا في العصر الوسيط اللي كيتسمى عصر الظلمات، ما نتجوا لينا والو. ملي الدين عندما يسود الدين لا ننتج شيئا. علاش؟ لان الدين يجعلك ضيق الافق. باللغه العربيه وبالدارجه الدين كيكلخ. وي صح فعلا. هو الدين عقبه ضد تقدم الانسانيه. هو ربما الاديان كان عندها واحد الدور تطوري قديما، لان الاديان قدرتي تتحكم في جماعات كبيره بسبب الاسطوره اللي هي الام ديال الاديان. ولكن في اليوم ديالنا ما كاينه حتى شي حاجه للدين. الدين داير غير عصا في الرويضه، يعني ما عنده حتى شي قيمه مضافه في المجتمعات ديالنا. بالعكس هو تيضر. والمسيحيه راه حبسات التطور الانساني لاكثر من 1000 سنه. يعني كون ما كانش الكنيسه في اوروبا، كون ما كانش المسيحيه، كره اليوم احنا عندنا ربما كره الناس مشاو للمريخ شحال هذه قرون باش مشاو. يعني كون التطور كان غادي يمشي بعيد. طيب الا كانوا شي اسئله اخرين الاخوان باش ما نطولوش على الاخ سعيد. ما بغيتوش انه يبقى يعني لساعات وساعات. انا هضرت ايام متابعه. شوف عدتها وشوف. لا انا ما عندي حتى شي اشكال. انا ممكن نزيد ساعه ولا هذه ما كاين حتى شي مشكل. المتابعين خلينا معاهم. كاينه واحد المساله بغيت نقولها دابا في هذا النتاج البشري. الحاجه اللي كتشوفها اليوم تقدميه غدا بعد 100 عام ولا 50 عام كتولي رجعيه. بحال مثلا ما يسمى بالماركسيه مثلا، ملي جات في وقتها كانت تقدميه. علاش؟ في بعض الجوانب، خصوصا مثلا جانب الدفاع عن العمال، الطبقه العامله طبعا. ولكن الماركسيه دابا ولات متخلفه. علاش؟ لان اصلا ما بقيناش محتاجين عمل. الناس حنا ما ولدوناش والدينا باش نكونوا عبيد ونبداو نخدموا عند وحدين اخرين، ولا نضلوا حياتنا كلها خدامين باش نجيبوا وناكلوا. لا، حنا ممكن نصنعوا الروبوتات يخدموا علينا وحنا نعيشوا ملوك. ولكن ملك بلا ما يكون عندك الشعب، ملك عب وحدك، عندك تاكل اللي بغيتي، تشرب اللي بغيتي، تنكح كيما بغيتي، تمشي فين ما بغيتي، ولكن في نفس الوقت ما كتضر حتى واحد اخر. يعني شي حوايج اللي كانت تقدميه يامس دابا ولات شي حاجه رجعيه. دابا الاحلام اللي خاص تكون عندنا مثلا حلم الخلود. ولكن حلم الخلود دابا اللي هو كان انا كنقولوا دابا كيبان تقدمي بزاف، وكاين اللي ما صدقوش كاع. ولكن من واحد 300 عام حلم الخلود غيولي شي حاجه رجعيه، لان غيوليو عندهم احلام كبار من حنا ما نقدروش دابا نفكروا فيها حتى نفكروا فيها. وهذا الشيء علاش الاله غادي كيصغر، لان الاله كيصنعوه الناس على حساب داك الشيء اللي كيتمناوه. كنصنعوا واحد الاله على حساب ديك الطريقه اللي حنا كنتمناوها. بغينا نصنعوا واحد الاله عنده كرسي كبير وحاملينه الملائكه، ولا كيعطينا الجنه وكيعطينا الحور العين وكيعطينا داك الشيء، زعما عنده العيالات عم مشرشمين، عنده الحور العين، الجنه عامره، وداك الشيء حنا كنا كنتمناوه. ولكن من لقدام اللي غنوليو شبعانين في كروشنا وناكحين وبخير وناشطين، هذا الشيء يولي كيبان لك شي حاجات رجعيه. دابا الدين علاش كيولي رجعي؟ حيت كيشد شي حاجه قديمه وكيولي دسطه ونضار، ما كيعرفش راه من القدام غنقدروا نكونوا وصلنا لشي مراحل اكثر من هذه. دابا محمد ما كانش عارف راسو اننا واحد من القدام غنوليو واعرين. اش كيقول لك محمد؟ حقا غيوليو الناس يعيشوا ما بين 50 عام و60 عام. بالعكس سيدنا محمد، خطأت يا سيدنا محمد. الناس غيوليو يعيشوا 300 عام ماشي 50 عام و60 عام. كان كيسحب راسو راه بنادم غادي وكيولي صغير. الاخرين سميتهم ياجوج وماجوج.
حيت بنادم غادي وكيقصر، هو بنادم ماشي غادي وكيقصر، بنادم غادي وكيطوال. ولكن سيدنا محمد كان كيشوف المستقبل كئيب. ولهذا الاديان حيت كتشوف المستقبل كئيب وما كيكونش عندها التفاؤل، كتكون اديان رجعيه، لانها ما كتكونش مآمنه بقوه الانسان على ابداع احسن مما يمكن ان يفكر فيه النبي. كيكون التفكير ديال النبي هو الطوب. دابا سيدنا محمد في العصر ديالو راه يقدر يكون كان هو الطوب ماشي بوحدو، هو ودوك اللي معاه. ولكن بالنسبه لنا حنا دابا راه هو الحفره، سيدنا محمد هو الحفره دابا. وصحيح، هي الاديان ديما عندها واحد النظره ديال نهايه العالم، هي عندها واحد النظره ديال الابوكاليبتيك، يعني كاع الانبياء من كانوا تيجيو تيبشروا بنهايه قرب نهايه العالم، يعني ديما عندهم ديك النظره صافي وجدوا راسكم راه حنا غاديين، يعني لا حاجه للتقدم، لا حاجه للعمل، يعني مسائل تيركزوا على مسائل ايمانيه ديال الواحد يوجد راسو ايمانيا، حيت الساعه راه ما بقى لها والو وتجي. قالها المسيح، قالها محمد، قالوها الوعاظ المتجولين في ذاك الوقت. كان نفس الشيء. واحد السؤال. لانهم كانوا عاجزين لانهم كانوا عاجزين. الانبياء كانوا عاجزين، ما قادرينش يغيروا العالم، كانوا ناس الفكر ديالهم محدود، ولهذا ما شافوش ان المستقبل يقدر يكون احسن وافضل. كانوا كيشوفوا ان المرض ابتلاء، لانهم عمرهم ما فكروا ان الناس يقدروا يوليو يداويوا الامراض. ما غاديش يقدروا يعرفوها صديقي سعيد، لانه ما عنده حتى شي علاقه بشي اله ولا شي حاجه. هو واحد الانسان ابن بيئته، تيشوف داكشي اللي داير به ابن بيئته وما مثقفش، لانه كاينين ناس اخرين كانوا قارين طبعا. كانوا كيشوفوا المستقبل غيكون افضل. ولكن بحال مثلا المدينه الافلاطونيه هذيك كان عندهم تصور حالم. اما الانبياء ما كانوش يقدروا يحلموا في الدنيا، كيحلموا في الجنه. ممكن حيت شوف طموحات ديال الانسان هي ياكل مزيان، ينكح مزيان، يعيش مزيان ويتسارى. هذا الشيء كله الانبياء ردوه الجنه، لانهم ما كانوش مآمنين بروسهم انهم يقدروا يديروه في الدنيا. انبياء اخرين كانت عزيزه عليهم الموسيقى، هضروا على الجنه، الموسيقى في الجنه. سيدنا محمد ما كانش عزيز عليه الموسيقى، حرمها في الدنيا وفي الجنه وفي كل شيء. صح. هي جنه، يعني باش نضيفوا هذه المساله، الجنه ديال القران هي داك الشيء اللي تيتمنى داك البدوي في العهد ديال محمد، هي هذيك. ولكن عاجز على تحقيقه في الدنيا. طبعا هو تيمنيه بداك الشيء اللي هو تيتخيل بانه هو احسن حاجه. يعني الا جيتي الا سولتي الانسان اليوم في 2016 شنو احسن حاجه تتمنى، ما غاديش يعطيك وصف ديال الجنه القرانيه. يعني هو المضحك هو انه ديما تيهضر على الانهار خالدين، يعني الماء مهم. حتى في الاحاديث الصحيحه يعني كاين كل واحد تكون عنده العوينه ديالو وتكون عنده البير ديالو. اش ندير انا بالعوينه؟ انا بغيت غير بيني وصافي، لا محتاج الماء. واحد السؤال من قبيله تيعاودوا الاخ اسامه، قال لك سؤال الاخ هشام، علاش كاينه طبقات الاوزون في الارض بالذات، حيث الاوزون كاين باش يحمي الكائنات. من باغي يقول بان الارض راها مهيئه مثلا، هادشي اللي بغيتي تقول اخ اسامه، يعني علاش زعما الارض تساعد على وجود الحياه، يعني بحال اللي راه شي واحد صوب الارض باش تكون قادره على انها تحمل الحياه هنا وتكون فيها الحياه. وهذا الامر خطا طبعا، لان راه كاين الارض اللي باش تكونت فيها الحياه، لان كاين واحد 3 ديال الشروط توفرت فيها، وهاد 3 الشروط هي اللي تيبحثوا عليها العلماء الفيزيك، سيرتو لي زاسترو بايولوجيست، الناس اللي العلماء الاحياء اللي تيهتموا بالفيزيك ووجود الحياه في الكون. تيقلبوا على 3 الحوايج، تيقلبوا على واحد الكوكب اللي فيه الطاقه، تيقلبوا على واحد الكوكب اللي فيه السوائل لان السوائل مهمه، وتيقلبوا على واحد الكوكب اللي فيه المركبات البسيطه الكيميائيه اللي تقدر تتفاعل بيناتها باش تكون حياه. يعني هاد 3 الشروط الا توفرات، اذا الامكانيه ديال وجود حياه كاين. واش هاد الكوكب هذا فين خصو يكون في واحد المسافه تتسمى الجولدي لوك بالانجليزيه. خص هذا الكوكب هذا يكون على واحد المسافه اللي مناسبه من مسافه من البعد ديالو على النجم اللي تيدور عليه، الشمس اللي تيدور عليها. خص يكون في واحد المكان مناسب باش ما يكونش كره ديال الثلج، وباش ما يكونش عاوتاني كره محترقه. خص يكون في واحد بحال الارض ديالنا، الارض كاينه في هذا الجولدي لوك هذا. فمن بحثوا العلماء لقاو الملايين، ما لقاوش دابا الملايين، ولكن اكيد ان غيكونوا ملايين، لان غير النقطه اللي كيبلر، هذا المنظار ديال كيبلر اللي جديد اللي دابا
وجهوا غير لواحد النقطه بدا تيخرج لهم الالاف ديال الكواكب اللي بحال الارض ديالنا في واحد المنطقه اللي جيده باش ممكن يكون فيها احتمال ديال الحياه. اذا الامكانيه ديال الحياه راه ممكنه في تري تري بروبابل كما تنقولوا بالفرنسي، كاين احتمال كبير ان كاين الحياه بكثره في الكون ديالنا. كيقول لك حكا ما يمكنش يكون هذا الشيء صدفه، لانه واحد النسبه ضعيفه ضعيفه ضعيفه، يعني واحد 0 فاصلة ما عرفت شحال من صفر عاد. وهذا الشيء راه زعما مستحيل، لانها بحال نقولوا واحد من شحال من مليار 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 مليار، لان يعني راه ما يمكنش يكون على صدفه. انا نقول لك بان هذا الشيء لا ممكن يكون على صدفه، ممكن حنا نكونوا تصبنا في البلاصه الصدفه. دابا انت خاصك تعرف انك حيوان منوي من ملايير الحيوانات المنويه، وذاك الحيوان المنوي اللي خرج منه انت راه من ملايير الحيوانات المنويه. فاذا انت صدفه الا جينا نحسبوا الحيوانات المنويه اللي انت خرجتي منهم، راه واحد غتبقى تكتب في الاصفار من هنا حتى للمغرب. يعني راه ممكن نكونوا حنا صدفه ودوك الحيوانات المنويه الاخرين ماتوا. يعني انت هو الحيوان المنوي الوحيد اللي عشتي، وها انت عارف راسك، والا جيتي تعبر فرص الوجود ديالك غتلقاها كما قلت لك اصفار من هنا حتى للمغرب. فكذلك هاد الكواكب، حنا هاد بزاف الكواكب حيوانات منويه فاشله، وهاد الارض ديالنا هي الحيوان المنوي الوحيد اللي صدق. وممكن يكونوا، ولكن هاد الارض ديالنا باقيين ما تواصلناش بحيوانات منويه اخرين حتى هما صدقوا. يعني انت كانسان واعي بذاتك انك صدفه من ملايير الصدف، ولكن كان ممكن تزاد في غابه، كانت ممكن امك تلوحك في غابه وتنساك وما تعرف لا امك لا باك لا حتى واحد، وما تعرفش راسك منين جيتي وتقول انا خلقني الله. كان ممكن تولدك امك في غابه وتكبر مع الحيوانات، ولانك ما تعرفش اصلك غتقول انا راه خلقني الله، ولكن انت راه ما خلقك الله لا والو، انت راك صدفه من حيوانات منويه ما عرفت شحال اللي ماتوا. وراه هكاك الارض حتى هي ما خلقها لا الله لا والو، راه هي صدفه وواعيه بذاتها. واحد النهار غنلقاو شي براس اخر في شي بلاصه اخرى، يعني غنلقاو واحد الارض اخرى في بلاصه اخرى واحد النهار، ونقدروا ما نعرفوش نهضروا معاه لانه هو كبر في وسط اخر، ونقدروا نلقاوه هو كابر مع مو وعارف راسو منين جا. وهذه هي اللي غتكون واعره. تخيل نتلاقاو مع شي مراس عارف راسو كيفاش هادشي عنده العلم اكثر منا. نتمنى هذا النهار. شي واحد كيسولني علاش كنت في الحبس. انا كنت في الحبس لانني كنت مناضل وبغيت نوقف قانون التربيه والتكوين اللي كيقضي على داك سميتو كيتسمى قانون اصلاح التعليم ولا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، ولا عندوش بزاف الاسماء، اللي كيقضي على مجانيه التعليم. انا مشيت للحبس لانني مناضل. شي واحد كيقول لك علاش ما كتنوهوش بعدنان ابراهيم. عدنان ابراهيم كيدير مجهود كبير، ولكن في الاخر كيبقى مجرد دجال، لانه كيضرب ويسقل. عدنان ابراهيم كيدير مجهود كبير باش يصلح الاسلام، ولكن في النظر ديالي انا كيقول واحد المثل مغربي: اش داني القرع نمشط ليه. الاسلام واحد القرع وانا ما غاديش نمشط ليه، انا غادي نقول الاسلام قرع. صح. ونخلي هو هو عدنان ابراهيم ما عندناش حنا معاه مشكل، لانه تيقول شي حاجه خايبه، يعني تيقول ان الاسلام ديالو هو اسلام خطير ولا نو. ماشي هذا هو الاشكال مع عدنان ابراهيم. المشكل مع عدنان ابراهيم هو انه تيحاول يدير فاصمه لواحد السيد فيه الكونسير. هذا هو البروبليم، هذا هو المشكل ديالي انا شخصيا مع عدنان ابراهيم. هو ان خاصك دير الاسلام، خاصك دير ليه واحد التشخيص صحيح. ما تجيش تقول هذا السيد هذا او تيقولوا لك فيه الكونسير تقول له لا 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 راه خصو هذا دير لها شويه ديال الفاصمه غادي ينوض هو هذاك، جيب لها الدواء الاحمر. لا، راه السيد فيه الكونسير. فالاسلام هو مشكل كبير، خاصك تشخص المرض باش تقدر تداويه. عدنان ابراهيم ما باغيش يشخص المرض باش يداويه. ماشي تيجي تيقول لك الاسلام راه مشكل وخصنا نتعاملوا معاه، نتعاملوا مع المشاكل ديال الاسلام. تيجي تيقول لك لا لا راه غير ما فهمناش حنا الاسلام، فتيدخل في ديك المعركه ديال النصوص مع السلفيين. وتتشوف انت اليوتيوبات ديال السلفيين ديال اهل السنه والجماعه كيفاش تيسلخوا عدنان ابراهيم، وغادي يربحوا دائما. ماشي عدنان ابراهيم اللي غادي يربح، ديما اصحاب النصوص هما اللي يربحوا، لان عدنان ابراهيم ماشي في صالح النصوص كلها ضده. يعيا ما يبدا يدريبلي، يعيا ما يلعب، ديما النصوص ضده. فخصنا نحطوا صبعنا على الجرح ونقولوا كاين مشكل. اللي تيدير اللي انا تنشجعه وتنتعاطف معاه ماشي عدنان ابراهيم، هو مجيد نواز. مجيد نواز واحد هو مسلم، يقول عن نفسه مسلم. انا ما سوقيش، يقدر يكون ماشي مسلم في السر، ولكن هو يقول عن نفسه انه مسلم. مجيد نواز تيقول لك وي عندنا مشكل في الاسلام وخصنا نلقاو حل للاسلام باش نقدروا نتعايشوا في هذا العالم هذا مع الناس،
نعيشوا كناس متحضرين في هذا العالم هذا. هذا السيد هذا تيحاول يلقى حلول، ولكن ماشي تيلقى حلول انه تيقول لك لا هذه ما فهمناش مزيان، هذه خصنا نفسروها بشكل اخر، لا راه ما فهمناش، لا راه نو. تيجي تيقول لك وي كاين مشكل ديال العبوديه في الاسلام، كاين مشكل ديال الاخلاق في الاسلام، كاين مشكل ديال الحدود في الاسلام. خصنا نشوفوا كيفاش نديروا لهذا الشيء هذا. ما نتعاملوش بهذه النصوص هذه واخا هي كاينه، ما نتعاملوش بها. نحاولوا اننا نلقاو نصوص اللي ربما بحال مثلا النصوص اللي كانت رطبه وزوينه من العهد المكي، ونسبقوها على العهد المدني، واخا العهد المدني جا من بعد المكي، ولكن ما نقولش بان راه غير ما فهمناش. نو، راه فهمنا كاين مشكل، دابا خصنا نلقاو الحل. وهذا الشيء اللي خصنا نلقاو حل من نقولوا بان راه كاين مشكل، نتعرفوا على المرض فينا هو، نقولوا ها الامراض ديال الاسلام، ها الدواء اللي غادي يعالج لنا هذا المرض. ماشي نبقاو نقولوا لا لا راه مريضنا ما عنده حتى شي مشكل، مريضنا راه حنا تيصحابنا مريض، غير نتوما صحابكم مريض، راه ما مريض ما والو، راه شداتو الدوخه ولا شي حاجه. نو، راه مريض، راه كاين مشكل خصنا نعالجوه. واحد السؤال لك اخي سعيد كانت تكتب قبيله، هو على شويه تكلم على 20 فبراير، وكذلك بغاوك تتكلم على عليوين. ما عرفتش كيفاش ربطوا هاد جوج ديال الاشياء. عليوين كان خرج عليا واحد الفيديو كيسبني فيه وما عنده حتى معلومات، عا كيخربق ويلصق ويقول نسب فيا شي حوايج انا ما درتهمش. وطبعا هاد الايام راني سمعت عليه كان باغي يمشي للمغرب وخايفهم يشدوه، هو اللي كان كاع نهار عاير في الملك وداير فيها بطال. حيت انا كنت كنقول الملكيه البرلمانيه، انا ديك الساعه كنت كنفكر سياسي، خاصني نفكر من منطق الشعب ماشي منطقي انا. هادشي في السياسه ماشي في الدين. الا بغيتي دير السياسه خاصك تشوف الناس اش باغين وتمثلهم، ماشي تكون تهضر على راسك، خاصك تهضر على الناس. انا كنت عارف الناس في المغرب باغين الملكيه، ولكن في نفس الوقت باغين اصلاح جذري، وهذا الشيء ما يمكن نطبقه الا الملكيه البرلمانيه. وهذه الرؤيه ديالي هي اللي بغيت نديرها في 20 فبراير، وقلت للناس ديال 20 فبراير ضروري خصكم تكون عندكم قياده. راه الا ما كانتش عندنا قياده راه غادي نهازموا ببساطه. هذا الشيء كله تنبأت به، قلت لهم خاصنا نديروا قياده وطنيه يكونوا فيها ممثلين على جميع الهيئات اللي كاينه في 20 فبراير، ويكونوا فيها مستقلين افراد. وهذه القياده هي اللي تدير الرؤيه، وهي اللي تدير الخطه الاستراتيجيه، وهي اللي ترسم التكتيكات، وتكون عندها ميزانيه مستقله، ويكون عندها تنسيق مع الاحزاب، ويكون عندها تنسيق مع المجتمع الدولي. حيت انا كان عندي تنسيق مع الامريكان، كان عندي تنسيق مع رجال الاعمال في المغرب، كان عندي تنسيق مع هيئات، مع احزاب، كان عندي بزاف العلاقات. فقلت لهم خاصنا نبنيو علاقات اقوى ونكونوا مستقلين بذاتنا. ومن هذه القيادات كنت اقترحت نجيب شوقي، كنت اقترحت وداد ملحاف، كنت اقترحت غزلان بن عمار، كنت اقترحت حمزه محفوظ، كنت اقترحت بزاف الناس في الداخل المغرب هذوك، وعاد كاين ناس اخرين في خارج المغرب. وكان اسامه الخليفي حتى هو مرشح، واخا انا كنت عارف اسامه الخليفي شفار كذاب نصاب، ولكن كان هو خصو يكون معنا، لانه اسامه الخليفي مجرد شخص لا مصداقيه له. ولكن كنعرف ناس اخرين عندهم مصداقيه بحال نجيب شوقي، كانت هذيك الساعه عنده مصداقيه وسط الناس، واخا كان ملحد وكان باغي يفطر رمضان، ولكن انا كنت اسلامي. ملي كيكون واحد اسلامي وواحد ملحد وواحد من هكا وواحد من هكا، ممكن نديروا قياده مقبوله عند الشعب وتهضر تهضر بطريقه منظمه. وكنت انا الفكره ديالي كانت خاصنا نشاركوا في داك الشيء ديال الدستور. انا جاتني الدعوه وما مشيتش، علاش؟ لان الدراري ما بغاوش يمشيو، فخاصني نمشي انا وياهم كاملين ولا ما نمشيوش كاملين. وكون مشينا معاهم كان خصنا نلعبوا بلعب السياسه، لعب الثورات. ضروري كتبدا الثوره كتساليها بالحوار، نجح الحوار مزيان، ما نجحش كتكمل الثوره ديالك. حنا الدراري عندنا في 20 فبراير كانوا اميين في النضال في الثوره، وماشي غير كانوا اميين، ولكن الاغلبيه ديالهم كانوا مبيوعين، بايعين راسهم. كاين اللي بايع راسها كريم التازي، كاين اللي بايع راسها البام، كاين اللي بايع راسو الاتحاد الاشتراكي باغي يولي صحافي، كاين اللي بايع راسو العداله والتنميه ولا بايع راسو العلي انوزله، كاين اللي بايع راسو شي دوله اخرى، كاين اللي بايع راسو كله ولا من بايع راسو. فلهذا والعدل والاحسان الجماعات ديما كتكون عندهم اهداف خاصه. عمرك ما تعول على الجماعات يديروا ثوره لصالح الشعب، سواء كانوا احزاب ولا جماعات ولا كما كانوا، راه كيفكروا لراسهم، راه ما كيفكروش للشعب، كيفكروا كيفاش يستافدوا
ما امكن. طبعا وهذا طبعا هذه مساله عاديه جدا، يعني ما شي تنظنش ان وحدين شي ما واحد بغاونيش نقول، شي وحدين بغاوني نكون جمهوري. طبعا العياشه كانوا ضدي وبغاو يقتلوني وبغاو يسرقوا لي، قرصنوا لي الحسابات ديالي وبغاو يتعداو عليا هادو العياشه. ولكن حتى 20 فبراير الجمهوريين كانوا ضدي. علاش كانوا ضدي؟ لانني قلت لهم الله يخليكم ما تقولوش جمهوريه، رانا قلنا جمهوريه الشعب غيهرب وما غنحقوا لا جمهوريه ولا ملكيه برلمانيه، خليونا في الوسط. فكانوا تما ضدي وهاجموني. ومن هاد الجمهوريين اللي هاجموني علوين اللي قال لك كان باغي يحارب الملك ودابا خايف من مقدم. هذا علوين لا تو يخرج فيا الفيديوهات. انا بزاف عليك، انا شتي انا لا خرجت في الملك، لا درت راسي في الملك غندير راسي في الملك بالمعقول. اي قمقوم في العالم ما نعقلش عليه واخا يكون الملك، سمعتني. ولكن انا كنبغي ندير العقل في السياسه هي انك خاصك تدبير المصالح وخاصك تخدم مع الناس كاملين ومنهم الملك باش تحقق المطالب ديال الشعب، ماشي المطالب ديالك الخاصه تشهر ولا تقول لي انا واعر ولا تمشي تخدم في شي جورنال ولا دير قناه على اليوتيوب. سير تنعس، سير تقود المناضل اللي الطموح ديالو كله باغي يدير شي حاجه لراسو. انا سعيد بن الجبلي زعيم حقيقي وكنت باغي ندير شي حاجه للشعب باخلاص كالعاده، ديما كنبغي ندير شي حاجه باخلاص. دابا انا فقدت الامال ديالي في السياسه وما غاديش نرد على شي واحد اللي خايف من مقدم. ببساطه انا لا بغيت نرد غنرد على شي وزير، غنرد على شي واحد داعيه عنده مشهور كيأثر، غنرد على شي واحد اللي عنده منطق، غنرد على شي واحد اللي عنده علم. شي واحد اللي ما عنده حتى زمره ما غنعطيش انا شي زمره من عندي، يمشي يقلب على شي زمره يتلاها فيها. واحد السؤال كان اللي سول على الاسم العائلي ديال الله هو الواسع. كان سؤال قبيله عاوتاني على الردة ديال عبد الله بن أبي الصرح. هو ارتد، هذا كان من كتبة القرآن وارتد. كاين مجموعة الروايات فيه، كاين كذلك بعض الروايات التي يعتقد أنه، علاش نهضر باللغة العربية، كاين روايات اللي كاين أن كانوا جوج ديال عبد الله بن أبي الصرح، ولكن داكشي شوية فيه التخلويط. الرواية اللي معروفة هي أنه كان يكتب الوحي الله ومحمد بحال كان تيكتب لمحمد الوحي. ف من حبس في الآية ديال خلق الانسان قال ليه في الاخر فتبارك الله احسن الخالقين، فارتد. فبدات من قال ليه هكذا انزلت. السيد شك لان قال كيفاش هكذا انزلت، واش انا اذا انا تنزل عليا الوحي، الى انا تنكتب القران اذا انا تنزل عليا الوحي، كيفاش جبتها لاصقه. فبدا تعرض عليه محمد وهو تيبدل الكلام. مثلا تيقول ليه السامع العليم، هو تيكتب الخبير البصير، شي حاجه بحال هكا. فمن كان تيعرض على محمد داكشي اللي كتب الرسول كان تيقول ليه ما تيوافقوا على داكشي يعني. فشك هو يعلق. هرب لمكه في ذاك الوقت، هرب. ففي فتح مكه كان اخ عثمان من الرضاعه. فتما معروفه القصه ديال الغميز ديال الرسول، انا قالوا ليه كون غمزتينا ولا شي حاجه، لان كان هو في لا ليست ديال الناس اللي خصهم يتقتلوا في فتح مكه. كانت واحد لا ليست، البعض منهم تقتل والبعض منهم ما تقتلش. قال لهم حتى لو تعلقوا باسرار الكعبه، يعني كاع واخا يتعلق الواحد باسرار الكعبه قتلوه. فهاد لا ليست ديال المطالبين للعداله كان من بينهم هذا عبد الله بن ابي الصرح. فمشى عثمان لان كان اخوه من الرضاعه، مشى عند الرسول قال لي شوف مع عبد الله بن ابي الصالح راه صافي تاب، راه المهم خاف على راسه انه يموت. فمين جا باش يبايعوا الرسول بحال اللي كان دافع عليه كبير، يعني ما تيهضرش معاه، الاخر غير تيطلب فيه وهذه هو ساكت زعما مخنزر وصافي. فمن مشى عبد الله بن ابي الصالح قال لهم الرسول علاش ما ناض فيكم حتى شي واحد يقطع عليه الراس. فهما قالوا لي كون زعما عطيتينا شي اشاره، كون غمزتينا. فتما باش قال لهم النبي ما تيغمش، يعني ما عندوش خائنه الاعين، الانبياء ما عندهاش خائنه الاعين. هي روايه شويه مضحكه من جميع النواحي، ولكن هذه هي تقريبا القصه ديال عبد الله بن ابي الصالح، اللي من بعد غادي يكون عنده واحد النفوذ سياسي، اللي غادي يتولى مجموعه ديال المناطق وغادي يكون عنده دور يعني كبير في الفتره ديال الفتنه الكبرى. يعني كان عنده واحد التاريخ، لعب واحد الدور.
وكاين بزاف المرتدين، كاين بزاف وكاينين المرتدين، نعم. ولكن الاسلام ما كيكشفش الاسماء ديالهم ولا ما كي ولا كيخزنوا هذه القضيه ديال الارتداد. بحال مثلا معاويه ما كانش مسلم، معاويه ما كانش كيامن بالاسلام. عندنا واحد عبد الملك بن مروان حتى هو كان تصدر فيه اذن بالقتل لانه ما كان كيامن لا بالاسلام لا والو، كان كيطلع على عياله محمد. عندنا بزاف الناس اللي ممكن ناخذوهم منين نبحثوا في التاريخ، غادي نعاودوا نبحثوا في التاريخ غنلقاوهم كشهود لاثبات ان الاسلام كان مجرد خدعه. من بعد غادي خاص هذا الشيء علاش قلت لك خاص يكون واحد الكتاب. انت قلت السي هشام يكون فيه تاريخ محمد، تاريخ محمد بالضبط خصو يكون من الناحيه التاريخيه. صح محمد التاريخي نعم. محمد التاريخ، ولكن هذا جزء فقط من الكتاب. خاص يكون فيه مثلا صفات الاله المحمدي، تخرجها من القران، تخرجها منها الواسع مثلا، تخرجها من القران، تخرجها من الاحاديث، تخرجها من التمثلات ديال المسلمين. كاين مثلا كيفاش تناقض، كيفاش مثلا محمد كيفاش كان كيستغل الوضع، كيفاش يعني تكتب واحد السيره تاريخ محمد كي قلتي تاريخ محمد، ولكن كاينه حاجه اخرى من غير التاريخ، هي انك تحلل داك الشيء باش المسلمين يفهموا. باش حنا دابا مثلا دازت 200 عام جاو عندنا شي علوم خرجات جديده بحال علم اصول الفقه، علم الفقه نفسه، علم اصول الفقه، علوم الحديث، عندنا تعرف كيفاش مثلا التاريخ التشريع الاسلامي هو كيفاش كان، كل شيء جا من بعد، كل شيء جا من بعد. القران داك الناسخ والمنسوخ، البيان شي علوم. هذه العلوم خاصها تعاود تاسس بطريقه مختلفه. يعني خاص هذه العلوم، لانه هذيك الساعه مثلا في الناسخ والمنسوخ كيقول لك حكاره اللي جات الاخرى كتنسخ الاول اللي جات. حنا خاصنا ملي كترجع للتاريخ كتشوف هاد التناقضات وكتفسرها في الوضع ديالها الطبيعي. يعني ما تتكلمش على محمد التاريخي، ولكن حتى الاحكام ديال محمد تفسرها على نطاق المعطيات التاريخيه باش تعرف علاش السياق الزمني والمكاني. نعم. باش علاش محمد مثلا كان مره يقول لهم ماشي مشكل غير نكحوا العيالات، ومره يقول لهم لا احترموا النكاح ديال ذاك ما دايزش، مره يقول لهم كلوا لحم الحمير، والغد الثاني يقول لهم لا لحم الحمير ما يتكالش، المعركه الاخرى ثاني كيقول لهم غير كلوا لحم الحمير الدنيا هانيه. يعني بحال هاد الحوايج، شنو الحوايج اللي الفقهاء الاولين لقاو ليها واحد التفسير معين، وهذاك التفسير اسس لينا فقه اسلامي معين. ولكن ملي كتفسرها بنظريه الخدعه ماشي نظريه الرساله، كتعرف كيولي الاسلام كله تقدر تفهمه بديك المنطلقات الجديده. شنو الامور كتسهل عليك، لان دابا بزاف المسلمين عندهم شك كبير ان الاسلام مجرد خدعه، ولكن رسوم عامل خبيزه، الراس كله عامر شي حوايج اللي مفسره بطريقه بمنطق خطا وما يقدروش. بحال مثلا شي واحد كتقول له انت الاسلام خطا، كيقول لك الاسلام خطا، ولكن انا بقى محيراني حاجه وحده، علاش الرقيه الشرعيه عندها اثار؟ ولا يقول لك ولكن انا محيراني حاجه وحده، علاش كاين اعجاز علمي في القران؟ الجنون مثلا، علاش الجنون؟ علاش الاعجاز العلمي في القران وكيجبد لك شي حوايج في القران مفسره تفسير خطا وكيجبد لك؟ فاذا كتكون هذه الحوايج كنسميها انا مثلا الطفيليات، اللي باقا جذور ديال الطفيليات اللي باقا راسخه الذهن في الانسان في الذهن ديالو، ولكن اللي عطيناها وقت ودرنا واحد اش كتسمى واحد المفاهيم جديده، واحد التحليلات جديده اللي تسهل على الناس يفهموا داك الشيء ببساطه، ويولوا اي حاجه ينتقدوها ويفسروها ويعرفوها علاش يخرجوا منها. لان الاسلام، الانسان واخا كيخرج من الاسلام كيف الزين، كيقول لك واخا يمشي الزين كيبقى حروفه، واخا تمشي الصحه كيبقى الفانت، واخا يمشي الاسلام كيبقاو حروفه، كيمشي الاسلام وكيبقاو تخاريفه. ديك التخاريف كتكون معقده، ماشي سهل تفككها. فاذا خاصنا نعطيو للمسلمين واحد الكتاب متكامل اللي يقدروا يحلوا به كاع دوك التخاريف. يعني خاصها تكون نظريه متكامله واللي عندها مرتبطه بالانبياء القدام اللي كيتسموا انبياء، ومرتبطه بالتاريخ القديم وكيفاش الاسلام خدم التاريخ القديم، ومرتبطه بالعلوم اللي كانت هذيك الساعه، العلوم اللي كانت عند الناس هذيك الساعه، واخا هي علوم بدائيه ولكن خص الناس يعرفوا كيفاش الناس كانوا كيعيشوا. مرتبطه بالتقاليد، حنا اصلا ما كنعرفوش الناس اش كانوا كيلبسوا، كيجي كيقول لك الخمار الحجاب، ولكن عمر شي واحد ما جا رسم لك كيفاش كانوا كيلبسوا الناس في هذاك الوقت. دابا كيتخيل الناس هذيك الساعه كانوا كيلبسوا
زعما ما عارفينش حتى اللبس كي داير، كيسحبوا كانوا كيلبسوا المايوات وكيلبسوا السليبات وكيلبسوا نو نو ما نو، هو كان عارف الناس كيف. ثوب واحد الى غطاك اصلا. يعني خاصك تعطي للناس واحد الموسوعه اسلاميه بنظريه علميه، ماشي نظريه علميه، منهج علمي ماشي منهج ديني. خاصنا نديروا موسوعه اسلاميه شامله بنظريه علميه، هو منهج كاين علمي كاين يكون منهج الاشكال علمي. في هذه المساله. تنظن وخا يكون مجهود كبير، هو ان دائما المسلم